تصميم تجربة المستخدم أو اليو إكس ديزاين هو مجال وعلم قديم جدا. بدأ مع بداية تفكير الإنسان في أهمية وجود آلة تساعده في إنجاز مهامه وتطوير حياته للأفضل. بدأ الإنسان مع تصميم الآلة دي يفكر إزاي ممكن تجربة استخدامها تكون أفضل، بحيث مش بس تؤدي الغرض المطلوب منها، بل كمان تؤدي الغرض ده في أقل وقت وبأعلى كفاءة ممكنة. مع تطور الآلة وتطور عقل الإنسان، بدأ الاحتياج لتجربة مستخدم سلسة وملائمة لمتطلبات العصر، من ميل للسرعة والكفاءة في كل تفاصيل الحياة. بدأ الاحتياج ده يزيد ويتشعب. مع بداية التسعينات بدأ استخدام مصطلح يو اكس ديزاين للدلالة بشكل منتظم على وجود علم وتخصص كامل كل شغلته إنه إزاي يخلي العلاقة بين الإنسان والآلة أكثر كفاءة، ولأي مدى ممكن التصميم سواء الهاردوير أو سوفت وير يأثر على تفاعل الإنسان معها، واللي بالنهاية بيكون ليه تأثير مباشر تقريبا على كل تفاصيل حياتنا، من أول كبس النور لحد مقبض الباب، وصولا لتفاصيل أكثر تعقيدا زي سواقة العربية إلى آخره. ضيفنا النهاردة حد فريد من حيث تجربته المهنية عامة والتخصصات اللي اشتغل فيها، ومن حيث شغله كيو اكس ديزاينر مع خبرة أكثر من 10 سنين بمجال التصميم. باشمهندس أحمد فارس هو برودكت ديزاينر جاي من بيور تكنيكال باك جراوند، اشتغل مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي في مؤسسات جوه وبره مصر. أسس أكثر من ستارت اب في مجال التصميم، وحاليا شغال مع شركة وي ووركس في لندن كسينيور برودكت ديزاينر، بالتوازي مع إدارته للمجرة الكووركينج سبيس وتخصيص وقت ثابت للمنتورشيب سيشنز. حلقتنا النهارده هتكون عن اليو اكس ديزاين، ازاي بدأ وازاي دخل مصر، ايه طبيعة الخبرة العملية بمجال اليو اكس ديزاين، وايه اللي بيساعدك انك تلاقي الوظيفة المناسبة ليك. هنتكلم عن تجربة الباشمهندس أحمد فارس في تصميم تجربة المستخدم للأنظمة الحكومية، وأخيرا إزاي وإمتى يقدر الديزاينر يختار الدومين الأنسب ليه في مجال التصميم، وإزاي براند لنفسه كمصمم. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا. لو بتتابعنا على أي بلاتفورم، أبل بودكاست، جوجل بودكاست، أنغامي، سبوتيفاي، يوتيوب، ما تنساش تعمل فولو للقناة وتفعل النوتيفيكيشن بحيث يوصلك كل جديد. أنا إسلام السلطان وده يو إكس كورنر بودكاست. أهلا وسهلا، إيه الأخبار؟ الحمد لله. اهلا وسهلا يا اسلام، مبسوط اني معاك الحمد في لله. يوكس كورنر ومشارك مع تيم يوكس صالون عامه. ممكن تديني نبذة عنك كده وعن شغلك الحالي وإزاي بدأت المجال وكده. تمام، هو زي ما انت اتفضلت وقلت كده، انا currently ودلوقتي بشتغل سينيور برودكت ديزاينر في شركه ويف ووركس، وهي بتمتلك ماجالكس للبرمجيات اللي هي ماجالكس مصر. دي الشركه اللي قبل ما ويف ووركس تستحوذ عليها. يعني انا دخلت الشركه من اول ما كانت ماجالكس، وما زلت شغال فيها سينيور برودكت ديزاينر مع تيمز من مختلف انحاء العالم، مش بس بريطانيا يعني. وبقالي اكتر من 12 سنه بشتغل، او 13 سنه بشتغل فول تايم ديزاينر، باختلاف المسميات تبعا للفتره بتاعتها يعني. اه أنا أتطرق لده اه, كتير آه. لأنه جدا فيعني نوصل له. وبس يعني بدايه الكارير، تقدر تقول الكارير بتاعي في عالم الويب بشكل عام كنت مبتدي من بدري جدا. وهنحكي برضو القصه بتاعتها، بس اقدر اقول اول فول تايم جوب اشتغل فيه كان 2009 بعد التخرج. انا متخرج من 2009 من حاسبات عين شمس، تخصص نظم المعلومات. ومن وقتها بقى اشتغلت يعني في اكتر من شركه بكل الاحجام المختلفه بقى، سواء ستارت ابس، كوربريت، ايجنسي، وهكذا يعني. وخبطت كتير في المجال بتاع عالم البرمجيات كله، لان في فترات اشتغلت فيها برضه كديفلوبر مش كديزاينر، بس الفترات الاكبر طبعا كديزاينر. و ويعني بجانب بقى الحاجات الاكتيفيتيز الثانيه اللي بعملها يعني عن جانب، زي ما انت قلت كده. برضو كو فاوند يعني فاوندر وكو اونر لمجرة كووركينج سبيس، وحاليا كو فاوندر برضو في حاجه اسمها ترافل بادز بالعربي، او هيبقى بطوطه ابلكيشن يعني. ده يختص بالسفر وحاجات زي كده. ده باختصار انا يعني. وعندي طبعا الكورس بتاع المنتور، وشاركت مع منحه اسمها الدي بي اي او ديجيتال باثويز فور امبلويمنت مع جامعه النيل، وحاجات مختلفه من هذا القبيل يعني.
نايس نايس. انت قلت لي انك بدأت مجال التصميم من 13 سنة تقريبا، ف لا اكتر، تصميم، يعني مجال التصميم تصميم بشكل عام اه اكتر كمان. اكتر من 13 سنة. اه لا اوكي. اكتر بكتير يعني. آه تد... وهو المثير تمام. اتفضل قول. لا تقدر يعني تقدر تقول، زي ما قلت لك انا للويب نفسه، لمجال الويب انا بادئ فيه من من بدايه، من اواخر التسعينات، مم. من وقت ما انا كنت في ثالثه اعدادي واولى ثانوي يعني. ويمكن اول اه. اول شغل اشتغله، اول شغل اشتغله يعتبر يعني نقدر نقول عليه دلوقتي بارت تايم، بس طبعا المسميات دي ما كانتش موجوده وقتها. بس اول شغل مم. اشتغله فعلا اخد منه فلوس في عالم الويب كان مع حد اللي هو علمني الفوتوشوب، كان الفيرجن 4 وقتها. آه، كان صاحب سايبر كده، وكان عنده زي موقع اسمه، كان اسمه لغاتي دوت كوم. ف... مم. فانا اشتغلت معاه وقتها، كنت بديزاين معاه في حاجات الويب، حاجه اسمها فرونت بيج، كانت قبل الدريم ويفر كمان يعني، كان حاجه كده اسمها فرونت بيج و... والفوتوشوب، وكان سويش ماكس وفلاش، شويه حاجات كده تكنولوجيز خلاص ما عادتش موجوده يعني. تعمل الديزاين على فلاش يعني، اه فاهم؟ الكلام ده كان 2000 2003 بالظبط يعني، الكلام ده كان واو. 2003، وانا من قبلها كمان كنت يعني بعمل بقى على حاجه اسمها جيوسيتيز وجيران وشويه حاجات كده كانت في الويب بشكل عام يعني. اها. بس انت بدأت كديزاين تصميم ولا كمان برمجة؟ يعني انت بتقول كنت بدأت الاثنين مع بعض، لو برمجة وفي نفس الوقت بتصمم الاكسبيرينس وبتصمم اللاي اوت او كده؟ اقول لك الدنيا مشيت معايا ازاي يعني عشان اه. تبقى في، انا زي ما قلت لك فتره، يعني انا حظي الحلو ان والدتي كانت بتشتغل في الثانويه بنات، هي مم. شغلها اصلا في الثانويه بنات عندنا في المدينه بتاعتي. وبعدين كان في وانا في تانية اعدادي، الاجازه بتاعت تانية اعدادي اللي راح تالتة اعدادي دي، طبعا ما كانش في كمبيوتر خالص، انا ما ابتديتش اصلا ادرس كمبيوتر في المدرسه مم. غير لما رحت اولى ثانوي. في اعدادي دي ما كانش في كمبيوتر خالص ولا في اي حاجه، ولا كان في اي علاقه ليا بالكمبيوتر، لحد ما والدتي كان في عايزين يعينوا مدرسين جداد للمدرسه يدرسوا الكمبيوتر يعني. وقتها الكمبيوتر اصلا، الكلام ده بتكلم في سنه 92 93، آه، فوقتها ما كانش فيه اصلا ويندوز، وما كانش فيه يعني، كان لسه بيشتغلوا بسيستمز قديمه شويه. كانت فبس التكنولوجيا ساعتها انا باورينت يعني، فاهمني؟ اه يعني ده كان خيال علمي بالنسبه لي. فبس هي بالظبط. حطتني فوق البيعه مع المدرسين. اتعلمت وقتها، كان في لغه قديمه جدا اسمها لوجو، لغه قديمه جدا كانت مم. تعرف ترسم بيها الشيبس، يعني انت بتقعد تدي اوردرز او تدي برومبتس كده للبي سي يعني، عشان يبتدي يرسم لك شيبس. عشان ترسم مثلث كانت بتحتاج تدي 3 اوامر عشان تعرف ترسم الثلاث اضلاع يعني. فاتعلمت بقى لوجو ولغه بيزك وشويه حاجات زي كده، واستمريت معاه بقى لحد ما رحت الاولى ثانوي يعني. كل اجازه صيف كنت خلاص بقى مع مستر احمد ده اللي هو كان الموجه يعني بتاع الحاسب الالي في الاداره التعليميه دي. استمريت معاه فوق البيعه، انا الطفل الصغير اللي في وسط الناس الكبيره اللي بتتعلم هيبقوا مدرسين يعني. أها. فلحد ما ابتدى بقى الويندوز بقى يجي على 94 95، وابتدى بقى يبقى في ويندوز، وانت عشان تدخل عليه تدي برومبت برضو عشان تدخل تكتب وين وتعمل سلاش عشان تقدر تدخل عليه، وحاجات زي كده. آه. فلحد بقى ما رحت اولى ثانوي. وانا في اولى ثانوي كان بدايه الانترنت ما يدخل مصر، اللي هي 037 والحاجات دي، ما كانش لسه بقى في السايبرز كتيره. فهو يعني أها. ساعتها انا جيت اخويا كان في اعدادي بقى ساعتها، اخويا الاصغر مني كان بيدرس ماده اسمها مم. تكنولوجيا المعلومات. مم. ففي مره مسكت الكتاب بتاعه، لقيت في الكتاب ان انت ينفع تعمل ويب سايت وتعمل له هوستنج على حاجه مجانيه، اللي هي كانت جيو سيتيز بتاعت ياهو، جيو سيتيز دوت ياهو دوت كوم. فانا ويت ده كان موجود في كتاب اعدادي؟ ده هو اخويا في اعدادي وانا في اولى ثانوي، الكلام ده بكلمك 2000، سنه 2000 بالظبط يعني. مم. فبس خدت بقى الكتاب ده، قعدت بقى ايه عايز ادرسه، مفيش ما عنديش كمبيوتر. فكان في مم. مكتب كده صغير بيدخلك على الكمبيوتر، الساعه كانت ب 9 جنيه تقريبا، بيدخلك كمبيوتر واحد جوه المكتب، هو اللي بيخش على الانترنت الدايل اب وبتحجز الساعه. فكنت بروح احجز بالنص ساعه بالحاجه زي كده عشان اقعد اجرب آه. اللي انا شايفه في الكتاب ده. بس يعني من هنا اختصارا يعني، من هنا ابتديت بقى ايه
اعمل ويب سايت وحاجات زي كده، لحد ما اتعرفت على محمد شريف اللي هو كان صاحب سايبر كده، وبعدين قال لي انت عايز برنامج الفرونت بيج ده ليه؟ عايز برنامج مش عارف كذا ليه؟ فقلت له عشان بعمل ويب سايت. كان ساعتها بقى موضوع المنتديات كان منتشر، وموضوع اللي هي الشات والحاجات اللي هي كانت ياهو شات والديجي شات اللي كانت بيبقى على الويب. الرومز والبلوج والكلام اه ده. لا كان لسه برضو عالم البلوج كانش لسه برضو كان ماتيور انف يعني. ف فبس فهو محمد حظ الحلو ان محمد اصلا كان بيدرس كان هو دارس اصلا في معهد تكنولوجيا البصريات، وكان عارف الفوتوشوب، فابتدى يعرفني على الفوتوشوب، فابتديت اديزاين بالفوتوشوب. المهم من هنا لهنا انا اشتغلت بقى بعد كده في الفوتوشوب بعمل ديزاينز طبعا في حاجات تطوعيه بعد كده، مع اماكن تطوعيه بقيت فيها، مع بجانب ان انا كنت بعمل يوفط مثلا وحاجات زي كده. فالديزاين ما كانش هو الاساس بتاعي لحد ما جيت دخلت الجامعه. وانا في اولى جامعه ابتديت بقى تركيزي كله ان انا هبقى ديفلوبر، انا حد هبقى بروجرامر وديفلوبر، والديزاين دي حاجه على الجنب يعني، مش ما كانش تركيزي عليها الصراحه انها الاساس بتاعي. بس معلش اه قبل ما تكمل، انا عايز اسال عن الديزاين ساعتها. يعني هو كان باين ساعتها ان هو ليه مستقبل او في مجال كبير ساعتها اسمه مجال الديزاين او الويب ديزاين، يعني فاهمني؟ لا كان في هو ده ساعتها هقول لك، هي الويب ديزاين انا كنت واخدها كويب ديزاين، كنت واخدها حاجه على الجنب اه يعني، مش هي المين الرئيسي بتاعي. لان كنت عملت بقى خلاص، كنت انا وقتها كنت برضو مشترك في منتدى كده عربي كان اسمه كيو 8، يعني اختصارا لكلمه كويت يعني، فهو كيو 8 ده كان كويت، ده كان منتدى كبير كده وكنت موجود فيه. وبعدين بقى وصلت ان ابقى ادمن في مجموعه حاجات في المنتدى وكده. وبعدين ابتدت تحصل شويه خلافات وشويه حاجات ما بين بقى المصريين والعرب حاجات زي كده. فابتديت ايه اقول لي طب انا عايز اعمل موقع بتاعي. ساعتها بقى ابتدى يطلع مصراوي، وانا ساعتها زي ما قلت لك بشتغل مع لغاتي، فابتديت اعمل انا ايجيبتاوي، ابتديت اعمل حاجه اسمها ريميكساوي، ابتديت اعمل حاجه اسمها العباوي اللي هو عارف قوي دي، فتره قوي دي اللي هي فتره اه فتره عجيبه يعني. ف وطبعا بقى كان في بقى سوالف سوفت، وكان في تريد نت. سؤال سوفت كان عامل ضجه ساعتها، يعني وتريد انا نت، افتكر من اخواتي. تريد نت كان اه كان اقوى بكتير يعني. المهم فتره المنتديات دي كانت فتره رهيبه. وانا بقى في الفتره دي يعني اثناء ما انا بدرس في الجامعه، انا في الجامعه بعمل ديفلوبمنت يعني بتعلم بروجرامنج، وكل مشاريع بتاعت كل سنه بعملها بروجرامنج. بس بره الجامعه انا عندي الويب سايتس بتاعتي، وكان ساعتها بتجيب لي برضو دخل شويه كويس بسبب التراكشن اللي كان عليها وكده، وجوجل ادسنس. وكانت فتره يعني بالنسبه لي كانت رهيبه يعني. بس كل ده انا بقول على نفسي ان انا ويب ديزاينر، واسبايرنج بقى ان انا ابقى ويب ديفلوبر يعني، ان ده الليفل الاعلى اللي انا هروح له يعني. لحد بقى ما يعني ما اتخرجت. انا كنت دوت نت واس كيو ال سيرفر، وكنت اي اس بي دوت نت يعني حتى مشاريع بتاعتي كنت بشتغل اي اس بي نت ودوت نت وحاجات كلها تكنولوجيا بتاعت مايكروسوفت يعني في الجامعه. وبعدين لما اتخرجت من الجامعه اول وظيفه ليا كانت اي تي انجينير، عارف بتاع كل حاجه يعني. هو كانت اندستري اول وظيفه يعني فول تايم، اللي هو وظيفه فعلا فول تايم يعني. من قبلها انا بشتغل حاجات كتير جدا في اماكن كتير، اروح مثلا كومبيوتيك سنتر بدي فيه حاجات ليها علاقه بالويب ديزاين، مش عارف بشتغل مع ايجنسي معينه بعمل ويب سايتس وبعمل حاجات. بس بدايه بقى الفول تايم ان انا رحت شركه كانت متخصصه في منتجات البترول والتخليق الصناعي ومش عارف شويه حاجات كده بتاعت مصانع وحاجات زي كده. عندهم 7 فروع حوالين المحافظات، وعندهم سيرفرات واي تي وكده. فكان في ايهاب هو النتورك ادمنستريتور هناك، وانا المفروض رايح اساعده يعني. دي كانت برضو ترشيح من حد كده، اللي هو شغلانه اروح اشتغلها في الاول قبل عمال ما اعرف الجيش بتاعي هيبقى ظروفه عامله ازاي. فانا وده كان طبيعه شغلك، انه لو السيستم وقع مثلا السيرفر وقع او كده انت بتظبطه، انه انت بالظبط مثلا شاريين سيستم معين فانت بتظبط السيستم ده. اه بالظبط فانا قاعد في الشركه. كل ده الديزاين بالنسبه لي برضو ما كانش شيء رئيسي، هو كان حاجه مهاره على الجنب انا بعملها في سواء في الحاجات التطوعيه او في الويب يعني. بس مش ما كنتش مركز عليها قوي. ف 2009 بقى بالظبط لما ابتديت اشتغل في الشركه دي و... وانا موجود في الشركه، فكان طبيعه الحال اي حد بيجي يعرض عليهم حاجه تكنولوجي من بره بيجيبوني اقعد وكده. فكان في شركه جايه تعرض عليهم تعمل لهم الويب سايت بمبلغ معين والكلام ده كله. ف
فساعتها قال لي انت مش فارس تعمل ويب ديزاين؟ قلت له ايوه. فقال لي خلاص نبتدي نجهز تعمله انت. فقلت له اوكي، بس طبعا كانش في براندنج. طب انت تعرف يا فارس تعمل براندنج؟ ايوه ماشي هعمل براندنج. انا عايز اقول لك الحمد لله يعني اللوجو لحد النهارده مستخدم في التيشيرتات بتاعتهم، في العربيات بتاعتهم الكبيره اللي بتروح المصانع. يعني لحد النهارده انا بشوف ده بعيني يعني في مدينه العاشر بالذات لما بروح الشرقيه في بلدنا يعني. فالمهم يعني عملت البراندنج وعملت الويب سايت والبورتال. ساعتها عاملها بحاجه اسمها جمله. وكان تحدي حلو كده وخلصت الدنيا دي. وبعدين بعد كده جالي الجيش بقى، يعني كملتش في الشركه دي غير 7 شهور تقريبا، هم اللي عملت فيهم معلش الموضوع. قبل ما تخش الجيش، هو جمله او جمله ده كان ايه؟ ده كان ده كونتنت software إيه؟ مانجمنت سيستم. فانا كنت اوكي. ساعتها متعلم برضو بي اتش بي مع فانا عرفت يعني بالمهارات دي اظبط الحاجتين، ان انا اعمل ان انا شغال بعمل له البراندنج. بعدين ما خلصت البراندنج عملت لهم الويب سايت يعني. حتى ساعتها كان في سيستم عندهم معمول باوراكل كده عليه الداتا بتاعت الناس. فابتديت اعرف اطلع مع ايهاب، اتفق معاه اللي هو كان الاي تي انجينير، فان انا اتفق معاه ان احنا ازاي نقدر نطلع عباره عن ملفات اكسل من السيستم بتاع اوراكل ده، عشان اعرف اعمل لها زي امبلمنتيشن كده جوه السيستم كاكونتس تبقى موجوده على الويب سايت، عشان ينفع اصحاب اللي هم الكلاينتس بتوعهم يعرفوا يعملوا الاوردرات ريموتلي مش بالتليفون. كانت دي مشكله بالتليفون. فالواحد ما كانش طبعا بيبص للحاجات دلوقتي بنظره غير وقتها. بالظبط. يعني انا دلوقتي شايف ان انا بالظبط. كنت ببني اكسبيرينس، بس انا وقتها ما فيش اي معرفه بالموضوع ده تماما. انا كان اسمي ان انا كنت مسمي نفسي حتى ساعتها اي تي انجينير اند ويب ديزاينر، فاهم اللي هو ايه، انا عامل الميكس ده. هو حد بتاع كمبيوتر ساعتها الاي تي ما كانش ليه تايتل، هو بتاع الكمبيوتر اللي قاعد بيهندل اي حاجه لها علاقه بالتكنولوجيا، اي حاجه بقى، بالظبط. حتى لو براند اللوجو مش حاجه على الكمبيوتر، خش انا اعمل. عايز اقول لك يعني في فيزز كده في حياتي اثرت عليا. يعني في عندي مثلا الفيز اللي هي قبل 2010 زي ما قلت لك، 2008 2009 كده. كنت مثلا اجي اقول لحد انا عملت لك جروب على فيسبوك. يعني كان في سنتر معين، قلت له انا عملت لك جروب على فيسبوك وما كانش فيه بيجز، يعني كان جروب بس. عملت لك جروب على فيسبوك ومش عارف كده. قال لي ايه لعب العيال ده؟ انا عايز اقول لك وانا في الجيش، انا دخلت الجيش بقى 2010 خلصت 2011 9 2011. فانا يعني حضرت الثوره وانا في الجيش، مش بره. كبيره دي. انا عايز اقول لك كان بيكلمني طبعا بعد الثوره بقى في وعي عند اغلب الناس بالتكنولوجيا عامه يعني. فساعتها كلمني يقول لي فين بقى اللي انت عملته وكده، عايزين نظبطه يعني. دلوقتي عجب يعني دلوقتي شغال. ما كان يعني حاجه زي ما هاجي لك بقى في الكلام في الطفرات يعني بتاعت في كارير واحد. المهم انا دخلت الجيش، كنت بشتغل حاجه. وبعدين لما خلصت الجيش بقى طبعا بدور على ان انا اشتغل تاني. خبطت برضو تاني كام تخبيطه كده لحد ما الواحد الحاجه اللي غيرت بقى في الكارير بتاعي بشكل كبير. ان انا كنت رايح شركه من الشركات في اوائل 2012 كده. كنت رايح شركه من الشركات. طبعا كنت بروح انترفيوز كتير بقى وبترفض كتير يعني، وعمال ايه شويه اظبط السي في ان انا ابقى ويب ديزاينر عشان مقدم في وظيفه ويب ديزاينر، شويه اظبط السي في ان هو انا سيستم ادمنستريتور عشان برضو عندي معرفه بالويب بالسيرفرز وبالحاجات، فاقدم في الشغلانه دي وبعدين اقدم في الشغلانه دي. فيعني كانت فتره صعبه والتكنولوجيز مختلفه يعني. وفي شركه سبحان الله من الشركات اللي انا قدمت فيها 2011 في شهر 11 2011. بعد كده اتعينت فيها 2015 از سينيور. بس يعني كان في فرق ما بين المرحلتين يعني. المهم ما هو الفكره انا بس عايز قبل ما انتقل من دي الفكره ان هم ساعتها كانوا عايزين ايه يعني متطلبات سوق. انت واحد اشتغلت اي تي وشغال بداتابيز بتاع سيكوال وكلام كبير ودوت نت وكلام كبير. انا بقول ده دلوقتي هم عايزين ايه 2011 2012 فاهمني؟ ايوه. لا انا بقول ده ليه؟ عشان ابين ان الواحد طبيعي وعادي في بدايه كاريره انه يبقى متخبط ومش عارف التخصص اللي هو عايز يخشه. يعني انا واحد خريج حاسبات، كان اللي مثلا يقابلني ايه حاسبات دي؟ انت معهد يعني ولا انت فين يعني؟ فاهم اللي هو في اي حد فيعني هما ما كانوش بيبقوا فاهمين الكليه اصلا، مش فاهمين حوالين منك. انا مثلا
كان اقصى حلم مثلا لوالدتي ان انا اشتغل مدرس حاسب، مدرس حاسب مم. الاهلي. فمثلا ده طموح يعني، فاهم. ماشي، والدي مثلا عشان بيشتغل في قطاع البنوك، فهو برضو كان شايف ان انا عنده بتوع الاي تي دول قاعدين في الاوض اللي جواها السيرفرات المكيفه، ودول ناس ليفل مختلف عن المحاسبين مثلا. فهو بيبص لي ان انا اروح اسمع كلامه واقدم وكده، يقول لي عايزينك تبقى عارف اوراكل. طب انا عارف حاجات تانية، انا متخصصات تانية. فمش فيعني انا عايز اقول برضو ان بيبقى فيه عادي التخبط ده، بس البوصله بقى بتتظبط امتى؟ زي ما قلت لك في 2012، في اول 2012 كده رحت في واحده من الشركات اللي كانت بتشتغل في الموبايل ابلكيشن. ووقت الموبايل ابلكيشن في الوقت ده ما كانش فيه اي او اس، ولا كان يعني ما كانش فيه ايفون لسه. 2012 يعني الايفون طلع 2011، بس ما كانش لسه فيه في مصر ان هم يبنوا ابلكيشنز للايفون يعني. والاندرويد برضو ما كانش موجود. فكانوا بيبنوا للاجهزه السيمبيان، لو انت عارف. وده عرفته بعدين يعني لما دخلت الشركه. الشركه كانت في العجوزيه مشهوره يعني، بس مش حابب اقول الاسماء يعني. فهو الشركه دي رحت فيها، وبعدين قابلت باشمهندسه نهى، كانت داخل فبقعد معاها. فبعدين انت مقدم على ايه؟ انا مقدم على ويب ديزاين، على ويب ديزاينر. قالت لي احنا عندنا مسميات مختلفه شويه، ودي كانت اول مره في حياتي اسمع يوزر انترفيس ديزاينر ويوزر اكسبيرينس ديزاينر يعني. ده في 2012. 2012 دي اول مره في حياتي اسمع المصطلح اصلا. فابتدت هي تسالني طب انت عارف عن اليوزابيلتي؟ قلت لها ايوه عارف عن اليوزابيلتي وعارف كذا كذا. وبعدين لقيتها لما قلت لها ان في حاجه اسمها 10 يوزابيلتي هيوراستكس بتاعت واحد اسمه جيكوب نيلسون، فابتدت تنبهر كده ان ازاي واحد مش عارف يعني ايه يوزر اكسبيرينس وعارف الحته دي. فانا كنت عارفها بقى سبحان الله ازاي. كان واحد اسمه عبد العزيز الدبيان تقريبا، على ما اتذكر الاسم يعني. كان عامل مدونه كده اسمها يو اي فيكس، عشان هو كان حد جيمر وانا بحب الحاجات الجيمز دايما. فهو كان عامل الحاجه دي بيتكلم على اليو اي فيكس دي، وكان بيتكلم على اليوزابيلتي بقى والحاجات دي. انا بالنسبه لي فتره 2011 و12 دي كان فكره الاس اي او، فكره اليوزابيلتي، فكره دي كلها مهارات زياده مع الويب ديزاينر. مش في بالي انها هتبقى يعني انها الدنيا هتتشعب قوي تبقى تخصصات. ما تبقاش متطلب اساسي في سوق العمل ان هو انت لازم يكون معاك ده او لازم تكون عارف ده. بالظبط. فدخلت الشركه از انترن في اليو اكس، از انترن يو اكس يوكسير يعني، او انترن يو اكس. واستمريت فيها لحد نص 2013. كنا بنديزاين زي ما قلت لك لاجهزه السيمبيان، اجهزه السيستمز السيمبيان اللي هي كانت سامسونج او نوكيا السيمبيان كمان يعني. كان في سامسونج ساعتها كانت لسه برضو بدأ تطلع في الصوره في مصر، بس كان الاجهزه اللي مسيطره جدا كانت نوكيا كلها. وكانت نوكيا لاي اجهزه السيمبيان والابلكيشنز بتاعت السيمبيان، فكنا احنا بنديزاين الحاجات السيمبيان دي. انا بس ذاكرتي مش سعفاني قوي، بس هو ساعتها كان في اب ستور اصلا، او كان في يعني ابلكيشن ابتدى للويب يطلع ديزاين. الاب ستور على ما اتذكر يعني 2013 اوكي. يعني 2013 اكتر يعني. هو معمول الايفون معمول من 2011 وفي الاب ستور، بس انت ما عندكش في مصر اللي بيديزاينوا ابلكيشنز للاب ستور. كان غالبا يعني كان قليلين جدا وصعب توصل لهم يعني. انا حتى كنت ساعتها كانت الشركه في العجوزه، وكنت انا لسه باجي بقى من الشرقيه بالقطر واروح هناك وارجع يعني كل يوم. لحد ما ابتديت انقل بقى خالص بقى في القاهره. فيعني وساعتها انت ما كنتش بتكود من 2012 لنص 2013، انت ما كنتش بتكود، انت كنت بالديزاين بالظبط. دي فتره انت بعدت عن بعدت. هي اصلا في المقابله قالت لي انت ما فيش حاجه اسمها كودينج خلاص. ليه؟ لان انا كان عندي مشكله ان انا لما خلصت الجيش في 2011، فاول انترفيو رحته في شركه من الشركات قابلت يعني كنت بعمل الانترفيو، فكان بيسالني على انا طبعا رايح الانترفيو كويب ديزاينر، فابتدوا يختبروني في الفوتوشوب. طبعا ما كانش فيه اكس دي ولا سكتش ولا اي حاجه من دي. فابتدى يختبروني في الفوتوشوب والايلستريتور، فلقاني كويس جدا، بس ابتدى يقعدني مع حد كان اغلب الشركه هم ناس تكنيكال قوي في الديفلوبمنت، فابتدى يختبرني بقى في السي اس اس والجافا سكريبت. فانا ساعتها الجافا سكريبت كنت عارف فيرجن اللي قبلها قبل ما اخلص الجيش يعني. بعدين ما خلصت الجيش كانت فيرجن بقى الجديده، فانا في بعض الحاجات زي اللايبريز والكلام ده كله ما كنتش اوير بيها خالص.
فهو بيختبرني، عارف، حسيت كده اللي هو ايه، انا فشلت في الاختبار، عشان انا نجحت في الفوتوشوب والايلستريتور، بس فشلت في الجافا سكريبت، فما اتقبلتش يعني في الوظيفه دي. ومن بعدها رحت اشتغلت امبلمنتيشن دوت نت مع شركه كده، حتى مش بكتبها في السي في عندي خلاص يعني. فاشتغلت فتره لحد ما جت اللحظه اللي انا رحت فيها زي ما قلت لك، رحت فيها بقى الشركه دي، ودخلت از يو اكس بقى. ما بعملش خالص، بعمل انترفيوز، بعمل ريسيرش، بعمل اللي هي الحاجات الاكتيفيتيز دي كلها وبتعلمها كلها. يعني هي اللي كانت التغيير اللي في حياتي كان بسبب الباشمهندس نوى دي، بتعلم بقى الحاجات دي كلها. ف جيت بقى رجعت بعد 2013، نص 2013 الشركه سابت مصر وخرجت. في نص 2013 كده راحوا الفرع بتاعهم في الامارات وقفلوا الفرع بتاع مصر. طبعا كل الناس الجديده اللي في الشركه خلاص يعني، دي اول مره برضو يحصل لي لي اوف او بمعنى اللي اوف يعني. فبعدها بقى رجعت تاني اشتغل اللي هو المصطلح بقى بتاع اليو اي يو اكس، اللي هو انت بتشتغل بتعمل ديزاينز في نفس الوقت بتكود يعني. برضو رجعت تاني لان السوق كان كده، السوق مش لاقي فيه غير كده. برضه ساعتها يعني انت بتعمل اليو اي والفيجوال ديزاين وبتعمل الريسيرش او لا، ما اليوزابيلتي فيش ستاديز يعني، خلاص بقى حته الريسيرش دي كانت في الشركه دي بس. بتروح شركات تانية، انا عندي الكونسيبت بتاع الريسيرش بس ما فيش حد بيعمل ريسيرش يعني. ما فيش شركه اجي اقول له عايزين نعمل، عايزين نتاكد من المعلومات دي. بص، هي الاس ار اس كده اللي هو الدوكيمنت يعني، هو الاس ار اس كده وطبقه زي ما هو جاي لك. ما فيش بقى حاجه اسمها، فانت يعني بطبيعه الحال مش هتشارك في الاستراتيجي بقى. خلاص انت هنا جيت في مرحله انت ترسف المكنه، مش بتشارك من المراحل دي، لان هو اصلا مش شايف كحد في شركات معينه اشتغلت فيها بعد كده، انه مش شايفين الحته دي ومش فاهمينها. هو عنده اوريدي، هو عنده خلاص الفكره ومظبطها، وحولوها بشكل معين لريكويرمنتس معينه انت هتشتغل عليها كيو اي ديزاينر، وتبتدي تحولها. بس كان طبعا عشان بطبيعه الحال انا عندي شويه مهارات زياده في الريسيرش شويه، فكنت بعرف اطلع بسوليوشنز كويسه واقعد اعرض عليهم بروبوزلز وشويه افكار تحاول انها تقدم ده. فده كان جالي برضو فايده كبيره، ان انا زي ما بقول لك مرحله السينيورتي بتاعتي جات لي بقى ان حد كان تحدي كبير بقى. شركه في 2015 بعد ما عملت المجره، انا عملت المجره في اخر 2014 وافتتحتها في اول 2015. بعدين جاي بعد المجره بكام شهر كده، بص لقيت شركه اللي انا بقول لك عليها قدمت فيها في 2011 دي، لقيته بيكلمني بيقول لي في عندنا بروجكت هيبقى بره مصر، وانا يعني متابع جدا عندك، وانت المفروض هتيجي هتبقى سينيور، وهيبقى معاك 2 ديزاينرز تانيين جونيور وكده وبتاع، وان انت هتشتغل على البروجكت ده وانت تعرف كذا كذا في الاي او اس، تعرف كذا كذا. فقلت له في حاجات انا اعرفها في الاندرويد، في حاجات مثلا ما اعرفهاش في الاي او اس. كان بيسالني حاجات تكنيكال قوي ليها علاقه بالديفلوبمنت اكتر منها ليا يعني كديزاينر. فكنت بقول له مش عارفها، فيقول لي مش مشكله، عشان هو كان متابع مثلا الاكتيفيتيز بتاعتي الثانيه، فبيقول لي انا عاجبني مهارات معينه عندك، انا عايزك عشان انت هتشتغل مع ناس ديزاينرز ثانيين. فدي كانت اول مره اليفل اب في الكارير بتاعي يعني. ومن 2011 الشركه اللي انت قدمت فيها ل 2016 ما كانش فيه اي كونتاكت بينك وبينهم. هو كل اللي حصل ان انا دخلت الشركه في 2001 يعني. انا عملت انترفيو في 2011، عملت انترفيو مع 3. صاحب الشركه هو كان بره مصر، عايش بره مصر اصلا، وعمل معايا الانترفيو اونلاين. بعد كده عملت 2 انترفيو مع التكنيكال انجينير هناك وقتها، هو ده اللي وقعني في الجافا سكريبت وقال لي انت عاملها غلط. ومع الاكونت مانجر ده اللي كان بيختبرني في الفوتوشوب والايلستريتور، ودي اللي عديت فيها. من بعدها نايس، يعني ما كانش تيم وديزاين ليد وكده، لا ما كانش فيه كده خالص. لا، فهو وقتها انا ضفت صاحب الشركه ده عندي على لينكد ان وعلى فيسبوك. وقتها ضفنا بعض يعني. فهو بقى متابعني بقى من وقتها لحد سبحان الله 2015، فبعت لي اللي هو عايزك في البوزيشن ده. ورحت واشتغلت بقى في الشركه. وكان برضو يعني هو اصلا كان المفروض اللي يسافر البروجكت مانجر، هو اللي يقعد مع الكلاينت وياخد منه المعلومات والكلام ده كله، بس تقريبا كانت زوجته لسه مخلفه او حاجه زي كده، ما ينفعش يسافر. فقال خلاص هبعت هجيب فارس، هو الديزاينر هيروح يسافر، ومعايا كان السينيور اي اس ديفلوبر محمد الرصاص صاحبي،
وبرده محمد يعني برده فرق معايا، عارف انت يعني من اكتر الحاجات اللي انا باجي اقولها في اي انترفيو او في اي شركه تانية رايحها، اقول لهم بصوا الريكومنديشنز بتاعتي على لينكدين اغلبها من ديفلوبرز قبل كده في كل الشركات اللي مريت بيها. ده بقى السر بتاعه والسبب بتاعه محمد، يعني صاحبي اصلا، او اللي هو بقينا اصحاب، لان احنا ما اتقابلنا واحنا بنخلص الورق بتاع السفر، وبعدين اتقابلنا تاني واحنا رايحين بالطياره، وبعدين قعدنا مع بعض بقى خلاص هناك مده شهور مع بعض في قطر، وبعد كده شهور تانية في الامارات، عبال ما نرجع، عبال ما رجعنا مصر. فهو بقى كان بيعلمني ازاي اعمل حاجه بتناسب الديفلوبر وبتسهل عليه الدنيا هو كديزاين يعني. بس فكنت هناك بقى، رحت قابلت الكلاينت وقعدت معاه واشتغلت معاه مشروع، بعدين مشروع تاني، بعد منه مشروع ثالث. بس حتى الشركه دي زي ما بقول لك كان عندهم برودكت كده من البرودكتس كانوا بيبيعوه يعني، كان هو معمول بحاجه اسمها شير بوينت. ف تعالى بعد ما رجعت مصر، تعالى يا فارس عايزينك تتعلم ازاي تديزاين للشير بوينت. فطبعا ده بقى بينكلود برضو ان انت تتعلم كودينج. فانا كان في سم اوف ريسيستنت وقتها، لان انا خلاص كنت خلاص ظابط حالي ان انا خلاص بقى ديزاينر. ففي شويه ريسيستنس، بس السوق بيبقى طالب كده. فساعتها دخلت اتعلمت برضو شير بوينت، وابتديت عشان اعمل كل الفكره انت بتعمل بس تمبلت يناسب البرودكت اللي هم عاملينه بالشير بوينت ده. بس من بعد الشركه دي بقى خلاص بقى يعني الواحد ابتدى يفوكس، ابتدى يتعلم اكتر في المجال، ابتديت اعرف معلومات اكتر في المجال، وبعد كده بقى خلاص بقى البوزيشن بتاعي ديزاينر. بس من 2016 كده تقدر تعتبر خلاص رحت بقى اشتغلت في شركه، في شركه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، خلاص بشتغل كديزاينر، مفيش حاجه اوف كودينج، لحد سبحان الله انا بقدم 2019 بقدم في بوكينج دوت كوم. لقيتهم البوزيشن كانوا عايزين بيزك نوليدج اوف اتش تي ام ال اند سي اس اس. كانوا باعتين وكانوا باعتين عباره عن تيست على بلاتفورم كده تخش. فانا قلت يا انا ما كتبتش كود بقالي كتير كتبتش كود بقالي كتير خالص وبتاع، فايه لازمتها بقى كودينج فدخلت على الاختبار ده، لقيته اختبار سهل جدا يعني. هو المفروض كان تلت ساعه الاختبار، انا خلصته حرفيا في 5 دقائق، لانه كان عباره عن ايه، ان انت كارت عملت له ديزاين بتحوله اتش تي ام ال و سي اس اس بس يعني هو مش حاجه ادفانسد اللي هو ديفات وطها. فبعد كده في الانترفيو كان على ابلكيشن اسمه بلو جينز كده، كان لسه زوم ما جاش بقى، ما كانش موجود يعني. فالانترفيو كده مع الاتش ار، بعدين بسالها وبقول لها هو ليه انتوا عايزين حد كذا كذا. ففهمت منها ان هم عندهم اللي هو الرابيد بروتوتايبنج. رابيد بروتوتايبنج ان انت عايزين الديزاينر يعرف يتست على طول مع اليوزرز بشكل مباشر. فانت وقتها ما كانش فيه البروتوتايبنج اللي موجود دلوقتي بفيجما برضو، اكس دي والكلام ده كله. يعني اكس دي كان موجود، تقريبا اكس دي وفيجما موجودين ساعتها 19. اكس دي كان موجود، فيجما كان لسه جديد، مش وسكتش كان موجود برضو، بس هم كانوا عايزين يختبروا الحاجه از بيج يعني، مش از بروتوتايب. فده فهمته. بعد كده برضو في التكنيكال فهمت الموضوع، بس جت بقى بعد كده الكورونا يعني. وقت الكورونا بتعمل ايه؟ وقت الكورونا انا كنت في انا دخلت شركه كانت هي اللي واخده اليو اكس كونسلتنسي بتاعت وزاره الاتصالات في مشروع مصر الرقميه قبل الكورونا. يعني انا داخل الشركه دي قبل الكورونا، كانت اسمها بورسعيد الرقميه. فكنا بنعمل انا داخل اصلا المشروع از سيرفيس ديزاينر. يعني انا اصلا دخلت البروجكت ده ازاي. انا كنت بشتغل باكت از تيم ليد في شركه اردنيه كده ليها مكتب في مصر يعني، وكنت باكت از تيم ليد هناك وبشتغل ديزاينر. بس التو ديزاينرز التانيين برضو اللي معايا كانوا جرافيك ديزاينرز وكانوا في الاردن مش في مصر. فانا يعني بمنتور ذم ان هم يتعلموا ازاي يعملوا حاجه للموبايل ابلكيشن للاندرويد والاي او اس وكده من وانا في مصر يعني. بعد كده بدور بقى على الخطوه اللي بعدها، ان انا عايز اشتغل وسط تيم اتعلم منه، مش انا بس اللي. فكان ساعتها البروجكت ده عرفت، سمعت عنه وسمعت عن البوزيشن ان هم عايزين حد سيرفيس ديزاينر، وكان لفتره طويله مش لاقيين. وانا سبحان الله كنت حضرت ايفنت تبع ويب كيز
مع باشمهندس وليد، وكان ساعتها بيتكلم اصلا على السيرفيس ديزاين، وهو بيتكلم على السيرفيس ديزاين ايه ده، انا بعمل الحاجات دي بس مش عارف انها اسمها سيرفيس ديزاين. يعني اها يعني كنت بعمل ايه، انا لما عملت المجره في الاول كنت برسم زي خريطه لل لليوزرز وهم او الناس الكلاينتس اللي بيجوا يخشوا، من اول ما ده بيخش جميل. لحد ما بيقعد لحد ما بيخلص هيعمل ايه وايه الخطوات، وهنا ممكن احسن الحته دي ازاي يعني كنت بحاول اطبق اليو اكس على حاجه اوف لاين. اه سما ما اها ما كنتش اوير ان ده اسمه سيرفيس ديزاين يعني، اه وطبعا ما كنتش بعملها بالطريقه الصح، يعني ما كنتش بعمل بلو برنت بقى بالباك ستيج والفرونت ستيج والكلام ده، بس كان عندي كل الدوكيومنتس اللي انا عاملها للموضوع ده. فانا رحت اقدم في المشروع على البوزيشن ده، ودخلت فعلا سيرفيس ديزاين، وكنا بنعمل سيرفيس ديزاين على الجهات الحكوميه اللي موجوده في بورسعيد، لان المشروع كان اسمه بورسعيد الرقميه، كنا بنجرب كل حاجه في بورسعيد، فالتموين بقى، المرور، التوثيق، مش عارف، كل الجهات اللي هي دي بنروح نشوف السيرفيسز الاوفلاين وازاي نحسن منها ونحولها ديجيتايز والكلام ده كله. التيم بتاعي في السيرفيس ديزاين في بدايته في بورسعيد الرقميه ده كان عباره عن 2 ماركتنج، 2 بزنس اناليست، واحد تيم ليد يعني اللي هو اصلا جاي من باك جراوند تكنيكال. بس كنا ماشيين بالميثودولوجي بتاعت الديزاين ثينكينج بشكل عام والسيرفيس ديزاين. فانا دخلت المشروع ده، كان تحدي جديد اللي خلاني يعني اخش. انت اكيد في مصر الرقميه ما كانش فيه ديزاينرز معاك؟ لا، كان في البرودكت ديزاينرز اه بيشتغلوا على مشروع بورسعيد الرقميه نفسه، بس انا دخلت واللي عمل معانا انترفيو اليو اكس اللي هو اليو اكس تيم ليد اصلا. بس اه لما دخلت اتعينت بقى كنت بشتغل مع تيم تاني في السيرفيس ديزاين. اه وبعدين شويه قمت جت بقى بعد كده جه حد اصلا متخصص، واحد من الديزاينرز الجامدين اللي انا اشتغلت معاهم برضو، هو اصلا معاه ماستر من جي سي في الجفرمنت سيرفيسز، فهو جه بقى في السيرفيس ديزاين، بقينا احنا 2 ديزاينرز جوه السيرفيس ديزاين. بس ما لحقناش نشتغل كتير في الفتره دي. انا نسيت اقول برضو ان اشتغلت يعني وانا في السيرفيس ديزاين حصل هالت كده في السيرفيس ديزاين، وابتديت ارجع تاني اشتغل في الريسيرش بس مع تيم حد في الريسيرش. بعدين جه اتعين حد اللي بقول لك عليه الديزاينر ده، جه بقينا احنا تيم السيرفيس ديزاين. جت بقى ما لحقناش نشتغل مع بعض سيرفيس ديزاين كتير، جت الكورونا فما بقيناش ننزل اوف لاين، خلاص بقينا بنشتغل ريموتلي واونلاين وكده. وساعتها كمان القرار جه اللي هو بورسعيد الرقميه دي يا جماعه احنا هنحولها، كده كده كانوا هم شغالين على مصر الرقميه بس هنحول مصر الرقميه بسرعه، وعايزين كل التيم يبقى ديديكيتد للموضوع ده. فابتديت رجعت كبرودكت ديزاينر معاهم، فدخلت في الديزاين سيستم، نشتغل في الديزاين سيستم معاهم مع تيم البرودكت ديزاين، كلنا بقينا اسمها برودكت ديزاينر، كلنا قاعدين بنشتغل نديزاين في البورتال بتاعه مصر الرقميه. برضو حاجه من الحاجات اللي حابب اذكرها يعني موضوع ان انت تبقى اوير بالاندستري اللي انت بتشتغل فيها. انا مش ما كنتش اوير بالاندستريز اللي بشتغل فيها غير دلوقتي او غير لما لما رحت مصر الرقميه اكتشفت مثلا ان انا اغلب شغلي ان انا كنت بعمله يعني الشركه اللي بقول لك عليها اشتغلت فيها في 2015 اشتغلت لمشروع في حاجه حكوميه لقطر وحاجه حكوميه في الامارات، مصلحه اللي هي اداره الميه والكهرباء في الامارات. اشتغلت مثلا برضو في قطر المرور. جيت اشتغلت بعد كده في 2017 لحد 2016 17 اشتغلت تبع وزاره العمل في السعوديه، تبع برضو زي كنت في شركه ديديكيتد هنا بس بشتغل مع وزاره العمل هناك، وبنعمل حاجات يعني انا شاركت في حاجه زي حاجه اسمها قرار، حاجه اسمها مساند، حاجه اسمها اجير، يعني شويه بورتلز كده وموبايل ابلكيشنز ليها علاقه بالحكومه كبيره جدا في السعوديه. بعد كده بقى مصر الرقميه، ف بقيت اوير ان انا ايه ده الاندستري اللي انا شغال فيها طول الوقت اغلبها حاجات حكوميه. ده انا مش ما كنتش اوير بيه، واثناء ما الواحد ماشي في الكارير يعني، فاهم قصدي؟ يعني طبعا اشتغلت برضو في شركات ستارت ابس، كنت بعمل حاجات يعني، عملت مثلا ابلكيشنز ليها علاقه بالفinTech برضو، وابلكيشن ليها علاقه بالاي كوميرس كتير، ابلكيشنز بتاعت ويب سايتس ليها علاقه باندستريز مختلفه. بس يمكن الحاجه اللي كان فيها تركيز اكبر خلال فتره الكارير هي الحاجات الحكوميه، بس انا ما كنتش اوير ان انا بختار الحاجات دي، هي جت في سكتي. هي جت كده وانت بتدوس فيها، بس انت مش واخد بالك انه ده كل يعني ده باترن موجود يعني. اه ما الباترن انا عرفته بعدين. فانت لما تبقى اوير بالظبط. من الاول كديزاينر، يعني انا لو حد جه زمان كده يقول لي انت عايز تبقى فوكس على اندستري ايه،
كنت هختار اندستري مختلفه، او انا كنت هبقى ساعتها اقيم الاندستريز واشوف ايه اندستري ممكن ابقى متخصص فيها كديزاينر، ان انا اروح ابقى فاهم فيها الجوانب بتاعتها بشكل كبير. فبس فيعني حته الاويرنس دي حته مهمه، يعني برضو لازم تبقى الواحد بيقيم هو فين وعايز يروح فين. ده دلوقتي بعمله مع نفسي، لكن قبل كده كنتش بعمله. هو انت بتروح شركه بعدها شركه بعدها شركه، مش مستوعب انت ايه الحاجات اللي بتشارك فيها. انا خدت بالي من حاجه وانت بتتكلم عن شغلك مع الحكومه هنا في مصر او في السعوديه، انه انا بتهيألي انه ده تشالنج على مستوى وعلى ليفل مختلف خالص عن انك تشتغل مع قطاع خاص مثلا او مع برودكت تاني. انك بتعمل حاجه هي موجهه بشكل اساسي مثلا للشعب اللي هو 100 مليون 120 مليون دي حاجه اخبار. فايه يعني فاهمني، كنت بتهندل حقيقي والله كنت بتهندل ده ازاي؟ لانه انت البرودكت انت تعمله هيستخدمه ناس كتير، الناس كتير مش اللي هم مليون 2 مليون، لا هم مش كده بس، هم في جيوغرافيك اريا معينه، فهم يعني فاهمني كان في ريسيرش تشالنجز معينه موجوده، جدا فلو جدا. تحب تحكي لنا اكتر. يعني خليني اقول لك مثلا موضوع وانا شغال في لسه كان اسمها بورسعيد، كنت بعمل ريسيرش. اجيب لك كيس محدده اهي، ان احنا كنا بنعمل ريسيرش على موضوع الادابشن يعني ايه، اوكي. مدى قابليه الناس لاستخدام التكنولوجي. بس احنا بننزل نقيس ده، يعني بنعمل ريسيرش في المصالح وفي الشوارع عشان نقيس مدى قابليه الناس لحاجه زي كده. فطبعا ده في 2000 ده 2019. 2019. يعني فانت عندك مثلا حاجه زي كده. طبعا في 3 جوانب. اولا الجهل التكنولوجي شويه عند فئات كبيره، ده رقم 1. رقم 2 عدم الثقه اصلا في الحاجات التكنولوجيه بالنسبه للحاجات الحكوميه. رقم 3 عندك التنوع زي ما انت قلت كده بتاع الناس اللي هتستخدم الحاجه دي. انت عندك المفروض انت هتارجت اي حد تم ال 18 سنه، يعني خلاص بقى بيطلع بطاقه وعنده رقم قومي، لحد بقى الناس الكبيره خالص. فانا عايز اقول لك، ودي حاجه كانت معموله قبل كمان ما انا اروح، في البيرسونز اللي هم كانوا عاملينها، ان كانوا عاملين حسابهم على حته ان الجد او الجده مش هو اللي هيدير الاكونت بتاعه، هيبقى الحفيد بتاعه هو اللي بيمسك له الاكونت او هو اللي بيعمل له الحاجات دي. فدي كل ده كان محطوط في الحسبان في اوقات الريسيرش. زائد كمان واحنا بنعمل مشروع الادابشن ده، زي ما بقول لك، انا في الشارع مثلا اجي اقول له انا كذا وبشتغل في تبع مشروع كذا اللي تبع وزاره كذا، واحنا عايزين بس نسالك كام سؤال. فيبتدي بقى يشتكي لك من المصلحه الفلانيه. تمام. انت مالكش دعوه، انت بس طبعا مش هقعد اشرح له ان انا ماليش دعوه والكلام ده. رحت مجمع التحرير وطلع عادل بتاع انا ماليش دعوه. يقول لك ايه، مجمع التحرير يقول لك انتوا، ويقعد طبعا يعني مثلا يطلع غضبه عليك. هو انت اللي شايفه قدامك، انت موظف وتعبت مش عارف هناك، انا ماليش دعوه بالحوار. برضو يعني انت طبعا كنت بتعمل باكتر من ميثودولوجي. في ميثودولوجي اللي هي الدايركت دي، انت بتنزل تعمل فيلد ستادي، ميثودولوجي دايركت انت بتسال الناس على طول. وفي ميثودولوجي الاثنوجرافيك او اللي هو انت بتعمل فيلد ستادي از ان انت شادوينج دي بقى كنا بنعمل فيها شويه تريكات كده. الصراحه دي كانت اول مره اعملها واحس بسسبنس فيها. يعني كنا بنعمل شادوينج دي اللي هو مثلا اروح مصلحه التموين يا جماعه، واقوم واقف مع المواطنين كده اقول لهم ايه، انا لسه ناقل جديد هنا في بورسعيد يعني بيبقى فيها شويه كذب. لا انا لسه ناقل بورسعيد هنا جديد ومش عارف ايه، وادي العيون بتاعي. بس كل ما اجي اسال مش عارف اعمل ايه وايه الخطوات اللي اعملها بعد كده. انا بعمل كده ليه؟ انا بعمل الحركه دي ليه؟ عشان اختبر مدى معرفه الناس. يعني انا وقتها يجي يقول لك ان الناس عارفه كل الخطوات. ماشي يا سيدي، انت دي حاجه انت متاكد منها؟ هو اصلا اليو اكس ريسيرش بكل بساطه انت عندك assumptions او عندك شويه hypotheses. مهما جيت قعدت تقول في كذا والناس عارفه كذا والناس عارفه كذا، دي كلها اسمها هايبوثيسز لحد ما تيجي تختبرها مع الناس بجد اللي انت بتارجتها. فبختبرها بالطريقه دي، ان انا اعمل شادوينج، ان انا رايح يا جماعه انا تايه ومش عارف اعمل ايه. فتبص تلاقي في مواطن بيساعدك، في مواطن تاني بيقول لك، في مواطن ثالث مش عارف بكذا. فتبتدي تكتشف ان في ناس عارفه، في ناس مش عارفه، في ناس يجي يقول لك التريكات المخفيه اللي انت ممكن ما تعرفهاش من الموظف، تعرفها من المواطن.
فتبتدي تعرف. المواطن بيكون عنده انيشيتيف اكتر من موظف ساعات كتير، ان هو حد منك، فاهمني؟ انا مواطن زيك، فخليني اقول لك يعني، احكي لك ستوري بقى. انت تمشي من هنا تروح هنا، لا ده احسن تشوف من ده البين بوينتس كده. الحقيقيه اللي عنده، تكتشفها بقى، بالظبط. تريفيل. فكنا بنعمل ده. وطبعا ودي برضو كانت اول مره يبقى في مثلا اتعلم برضو ان مش شرط كل اللي يشارك معايا في الريسيرش، لان احنا كنا ديزاينرز عددنا محدود، بس عايزين نعمل ماسيف ريسيرش، عايزين يعني في مصالح كتيره وحاجات زي كده. فكنا بنتقسم سكوادز، كل سكواد عليه ديزاينر هو الليد بتاع السكواد، ومعانا بنجيب ناس اشرز، عارف الناس الاشرز، شباب في الجامعه لسه او كده. بس كنا بنبقى متارجتين شباب جامعه كويسين، عندهم شويه وعي، يعرف يسال اسئله ازاي، يعرف يتعامل مع الناس ازاي. يبقى جاي معايا، وبنبتدي ننتشر، نعمل الحاجات دي كله، بيجذر الداتا، عشان الداتا دي نعرف نعمل لها انالايز بعد كده، نطلع بيها بانسايتس حقيقيه، ان احنا ايه الحاجات اللي هنشتغل عليها، وايه البريورتيز، وايه فكان يعني لا الصراحه كانت فتره مليانه بالريسيرش جامد. عكس مثلا قبلها، اقدر اقول لك قبلها مثلا 2017 كنت شغال في ستارت اب كده، او تقدر تقول ايجنسي، سوفت وير هاوس. يعني كان سوفت وير هاوس، انا اللي كنت بعمل الانيشيتيف بتاعت ان احنا نعمل ريسيرش، لان ما كانش عندهم ريسيرش. كنت شغال يو اكس ديزاينر. فاجي اقول لهم عايزين نعمل ريسيرش. لا ريسيرش ايه وبتاع ايه؟ فانا اجي اقعد مع الكلاينت، اقول له ايه، اجي اقعد مع الكلاينت، يعني مع برضو البيزنس اناليست اللي كانوا بيبقوا معانا، او الاكونت مانجر يعني، واجي اقول للكلاينت في كذا وكذا وكذا، بس ايه رايك لو احنا عملنا اختبار مع كذا؟ هو طبعا ما كانش يبقى في باله، فحتى كان بيزعلوا مني في الشركه، اللي هو ما تقولش للكلاينت كده، هو هيبقى فاكر ان احنا بنعمل ده عشان نخليه يدفع فلوس زياده. فابتديت بعدها انا اخد انيشيتيف ان انا اعمل يوزابيلتي تيستس. يعني كان في ابلكيشن، هو كان اسمه ماني مايننج، وبعد كده اتغير اسمه كويناينو باين، او كوينو، حاجه زي كده. المهم يعني ده ابلكيشن كان عباره عن لعبه، وانت بتكسب منها فلوس دايركت. كل ما تلعب كل ما تكسب فلوس، حاجه زي كده. فانا اختبرته على ناس، يعني عملت يوزابيلتي تيست على البروتوتايب بتاعه، على ناس تبعي، وابتديت اطلع بالانسايتس، وبعدين اعرضها، وانا جاي اقعد مع الكلاينت اعرض عليه ان في كذا وكذا وكذا، وشوف دي حققت ايه ودي حققت ايه، والفكره الفلانيه اللي انت كنت بتقول عليها اهي فعلا طلعت صح، بس الفكره الثانيه دي مش عارف كذا، وادي الدليل بتاعها، وادي الريكورد اللي مع اليوزابيلتي. فابتدى يعجبه الموضوع. كان كلاينت. انت يعني انت رحت له بريزلتس، ما رحتلوش بثيوري او كده، انت رحت هتيجي له قلت تقول له له، ده. هتيجي تقترح عليه، مجرد تقول له لازم نختبر، مش هيفهم، يعني مش هيعرف ده. فانا ابتديت اعملها از ام في بي، يعني او على البروتوتايبس الصغيره، ان انا اختبر واجي له فعلا بريزلت. ابتدى هنا يعرف ان في حاجه هنا تنفع، يعني ان احنا نعملها، وابتدوا يقتنعوا في الشركه بالموضوع ده، وابتدوا يساعدوني، عكس ما كانوا بيبقى في ريسيستنت في الاول ضد الموضوع ده. بس زي ما بقول لك، ما كانش فيه بقى ان انا في تيم ريسيرش او مع ديزاينرز. اغلب بقى الشغل كنت ببقى انا الديزاينر، ومفيش ديزاينرز تانيين. اغلب الشغل كان كده، زي ما قلت لك. يا اما لحد ما رحت مثلا اللي هي الشركه الاردنيه اللي بقول لك عليها دي، رحتها 2018 2017 2018. وبعدين بعد كده رحت بقى مصر بورسعيد الرقميه 2019، اخر 2019. وبعدين بعد لما جت الكورونا عملنا بقى ايه مصر الرقميه. ومصر الرقميه دي برضو يعني كان في الريسيرش موضوع التون نفسه، التون اللي المفروض نتكلم بيه مع الناس كان عباره عن ايه. بس طبعا بيبقى فيه الموضوع ده اتغير بعد كده لريستريكشنز معينه تانية. يعني كان المفروض ان التون، احنا كنا عاملين نوع من الريسيرش كان معمول بيختار التون بتاعت المصريين ايه. فكان هم طالعين بالنتيجه ان المصري عايز يتكلموا مصري، ما يتكلموش عربيه فصحى، عشان يعرف يثق يعني عشان يعرف مش يثق عشان يعرف يتعامل مع البورتال. خصوصا ان انت عندك قطاع عريض جدا من المصريين ما بيعرفش يتعامل باللغه العربيه الفصحى. بس طبعا الريستريكشن ان انت دي حاجه اوفيشال، فلازم تبقى هي باللغه العربيه الفصحى. بس الريسيرش كان مطلع لك ان هو لا، التون لازم تبقى، الريسيرش النتيجه بتاعته كانت ان التون لازم تبقى لغه مصري صريحه. بس ده بالتالي خليك تشتغل اكتر على الكوبي رايتنج او الميكرو كوبيز في البرودكت، انه حتى لو لغه عربيه فصحى لا تبقى خليها قريبه، بلغه سلسه، تبقى بسيطه، قريبه بالظبط قريبه من بالظبط، الشارع. قريبه منهم، ما تبقاش معقده يعني. فلا يعني كان في صراحه تشالنجز كتيره، وتعاون مع ديزاينرز كتير
انا سعيد ان انا اشتغلت معاهم جدا وتعلمت منهم كتير يعني. كل واحد فيهم كان بيضيف لي حاجه. و يعني انا عايز اقول لك برضو الانيشيتيف بتاعت الديزاين سيستم اصلا وقتها في 2020 لما ابتدينا نشتغل على موضوع الديزاين سيستم برضو انا وكان في معايا اسماء. كان برضو كان فيها حاجات الواحد بيخش يتعلمها جديده ويقعد يشتغل عليها ويظبطها جديد ويعرف فيها شويه حاجات اكتر يعني. معاك. طيب انتوا قعدتوا قد ايه في موضوع الريسيرش سايكلز دي؟ يعني احنا لو خدنا الخطوات لا ده كان البروسيس اللي اون انتوا اشتغلتوا فيها جوينج. في مصر الرقميه. كان اون اه. جوينج كان طول الوقت يعني. برضو انا نزلت في ريسيرش شاركت فيه مع اليو اكس ريسيرش ليد عندنا زي ما قلت لك في فتره كده سيرفيس بعدين رحت ريسيرش بعدين رجعت سيرفيس تاني. فهي شاركت انا في الريسيرش كده كانت بتعمله مع على الناس اصلا قابليتهم ان هم يدفعوا حاجات اونلاين. دي برضو اوكي. كانت طبعا وقتها ما كانش فيه ولا انستا باي ولا كان في انت ولا كان في فوري. كان لسه بالبي او اس سيستم ما كانش في ماي فوري الابلكيشن اللي هو بتدفع بيه اونلاين. ما كانش في يعني كانش في حاجات كتير من دي يعني. كان لسه الاويرنس اصلا، الثقه ساعتها انه انا احط فلوسي، هي فلوسي فين؟ هي فلوسي في جيبي، فانا في هتطلع من جيبي اوديها فين؟ على بالظبط. كمبيوتر مش هتدخل والناس بقى بتقعد تشتكي في. لك في بين بوينتس تانية. انت بتحاول تختبر في حته معينه بس بطبيعه الحال في الانترفيوز بالذات مع مواطنين يعني فطبيعه الحال هياخدوك في حته تانية. انت بتحاول بقى ايه تجيبهم للحته اللي انت بتركز عليها دي بس هو بطبيعه الحال بيفضفض وبيروح الحته التانية خالص يعني ويقعد يتكلم في نواحي كتير يعني. انت دورك ان انت بقى بتارجت داتا معينه انت عايز توصل لها عشان تعرف تطلع منها بانسايتس. ده الرو داتا تعرف تحولها لانسايتس تساعدك في اتخاذ قرار بعد كده للحاجات اللي انت هتروح لها يعني. فيعني لا كان اون جوينج ريسيرش لحد زي ما بقول لك لحد ما ابتدينا بقى نبني البورتال نفسها. بعد الكورونا بالظبط تقريبا بعد بدايه القفل بتاع الكورونا بشهرين تقريبا يعني على نقدر نقول على شهر 4 2020. من 4 2020 لحد تقدر تقول شهر 8 شغالين عشان بس البورتال تقدر تطلع للنور وطبعا اتفاقات بقى مع الجهات كلها وكان اوريدي يعني بورسعيد الرقميه كانت معموله بالخدمات بتاعتها بس عايزين نطلعها بقى مصر الرقميه فعايزين فيها تحسين وفيها حاجات. كنا مع الجهات ومع كل جهه من الجهات بيبقى فيها البيزنس اناليست بتاعها اللي موجود في الوزاره او البوينت اللي هي بيجمعك بايه الريكويرمنت بتاع ده وده وده. وهو البوابه هدفها في الاول وفي الاخر زي ما كان الوزير بيقول انها تبقى بيبرليس او غير ورقيه تماما. انت بتتعامل مع حاجه تعرف تجمع فيها كل الخدمات في مكان واحد. طبعا كان فيها تشالنجز كتيره جدا بس لحد ما طلعت بقى للنور في شهر 9. بس طبعا كنا بقى رجعنا نعمل يوزابيلتي تيستس وفيلد ستاديز تاني على شهر 9 دي لما البورتال اتعملت لان الناس ما كانتش تعرف عنها حاجه. فواحده برضو من الحاجات اللي عملناها ان احنا نزلنا مراكز التوثيق فتكتشف بقى مشاكل كتير من ان الناس مثلا يعني ايه ادفع اونلاين يعني ايه مثلا وبعدين تيجي تقول له ده في البورتال بتاعت كذا تعرف تملى بياناتك والحاجات دي كلها تكتشف اصلا ان الموظفين لسه ما عندهمش الاويرنس ده كمان. فيعني كنت بتقدر تكتشف الموظفين هو مكتب يعني، هات لي دفتر كده واقعد ورقه لا وقلم والله كان يعني. في بس كانت لسه الدنيا في اولها. فكان يبقى في حد مثلا واحد او اتنين هم اللي في المصلحه دي هو اللي بيعرف يقعد على السيستم بتاع الكمبيوتر. الباقي ما بيعرف يعني ما بيعرفوش او السيستم اللي هو بتاع الكمبيوتر المتصل بالبوابه اللي بتعرف تجيب له الناس اللي حجزت دي او الحاجات دي. فيعني كان في حاجات كتير الصراحه يعني في حاجات كتير بس وجوانب كتير جدا خارجه عنك بس انت في حاجات معينه بتتعلمها في وسط ده كله. بس ان حاجه هيستخدمها مواطنين دي موضوع يعني كان الصراحه كان محفز كبير يعني ان انت في حاجه هيستخدمها. لان قبل دي اجي اكلم اي حد عادي في العيله انت فاهم في العيله انت يعني انت بتعمل ايه فيقول لك صلح لي التليفون. هو مش مستوعب يعني برضه الوعي ما كانش برضه بدرجه كبيره. فانت يعني انت بتعمل ايه فاقول له انا عامل سيستم في السعوديه اسمه اجير مثلا. انا عامل سيستم هو ما يعرفش يعني ايه اجير ده التصاريح يعني انت بتعرف تطلعها اونلاين. طب بس مش عامل حاجه هنا في مصر. فكان بالنسبه لي حاجه حلوه جدا ان انا شاركت مع التيم في حاجه زي كده.
وان دي حاجه طلعت منه. فتلاقي في خدمات، انا حرفيا في خدمات معينه كده انا شاركت فيها، انا لما ببص لها يعني، او لما بلاقي حد يستخدمها. يعني اقول لك على حاجه برضو مؤخرا، هي البورتل المفروض لسه ما اتعملهاش موبايل ابلكيشن خالص. هي معموله ويب ريسبونسيف عشان هي فيها مايكرو سيرفيسز وبتكلم اكتر من جهه وموضوع كده كبير يعني. المهم كنت لسه مقابل حد، فبعدين بقول له مصر الرقميه، ايوه انا عندي الابلكيشن. فببص عنده كده، قلت له لا بس ده مش ابلكيشن. في واحد من الناس عامل ايه، عامل براوزر، عامل ابلكيشن براوزر بيدخلك على الويب سايت. فحته دي مش مشكله الناس، دي مش يعني دي المفروض مشكله السيستم نفسه، ان هو المفروض يكون جاهز لحته الوعي بتاعتهم دي. فانا دي اكتشف مع حد مثلا ان هو ايه، مسطب ابلكيشن مش الرسمي، فانا قلت له خد بالك ده مش الابلكيشن الرسمي، لان هو لسه ملوش ابلكيشن، هو ويب سايت بس. ويت هو يعني هو ده مش يعني مش زي بي دبليو اي كده، لا هو يعني هو ابلكيشن حد عامله وبيودي على صفحه الويب. ايوه بالظبط، هو حد عامل ابلكيشن ما اعرفش، ونازل فعلا على جوجل بلاي، بيدخلك على صفحه الويب جوه الابلكيشن. يعني الابلكيشن هو حرفيا عامل مش حتى بروجريسيف ويب اب، لانه ما يقدرش يوصل للاي بي اي والمايكرو سيرفيس. هو فاتح لك الويب سايت جوه الابلكيشن بتاعه بس، مش اكتر من كده. يعني هو فاتح لك الويب سايت جوه الابلكيشن بتاعه، وتلاقيه عامل داونلودز كتيره. دي مثلا كان اول مره اكتشفها. برضو حاجه من الحاجات المايند بلوينج اثناء اليوزابيلتي تيستس اللي كنا بنعملها، كنت نازل اعمل في الادابشن، برضو في موضوع الادابشن، وان الناس ازاي هتريجستر وكده، وهل الريجستريشن بتاعنا سهل ولا لا للناس والكلام ده كله. وانا نازل بعمل التيست ده. فالمهم في واحد من الناس، طبعا باخد باك جراوند تشيك كده على كل واحد، اللي هو انت بتشتغل ايه، سنك تقريبا، يعني بعرف انا السن تقريبا كام، شويه حاجات كده معلومات، عشان تبقى انت عارف الديموغرافي بتاع الناس اللي انت بتختبر عليهم والعينات بتاعتهم، لان انت مواطنين، فالعينات مختلفه جدا. فاللي ينفع لحد كبير في السن غير اللي ينفع لحد صغير. فعشان موضوع البيرسونا اللي انت بتخصص لكل حد من دول ايه البين بوينتس بتاعتهم والحاجات دي. فالمهم ان انا كنت واحد من الناس، هو ما يعتبرش كبير في السن، يعني تقريبا يعني معدي ال 40 بشويه، بس كنت معتقد ان هو حد تعليم متوسط. طبعا في بعض الحاجات كنت في الاول بسال، كمان مع الوقت اتعلمت ان انا ما اسالش، احاول استشف الحاجه دي، لان بعض الناس بتشوف الحته دي اوفندد بالنسبه لهم، انه ان بالذات في الليفلز الاقل من التعليم وحاجات زي كده. فجيت بختبر معاه في الريجستريشن، فبقول له يشوف كده ان هو هيريجستر ازاي عن طريق الموبايل. فهو بيفتح الويب سايت عنده الحاجه، بعدين داخل على الحته بتاعت انت المفروض تكتب حاجه اسمها رقم المصنع. رقم المصنع ده عشان يتاكدوا في البورتل ان البطاقه بتاعتك حديثه، وانت يبقى حد مش واخد رقمك القومي. انت بتسجل ازاي؟ بتسجل بالرقم القومي وبرقم المصنع. الرقم القومي ممكن اي حد يعرفه، ممكن حد من عيلتك او كده يعرفه فيعرف يسجل. فانت طبعا رقم القومي زائد ان رقم تليفونك اللي هو متسجل عند الحكومه ان هو بتاعك انت، مش بتاع حد تاني. وكل ده برضو له ليفلز تانية عشان السكيورتي يعني. والحته بتاعت رقم المصنع، انا بالنسبه لي اصلا في مشروع مصر الرقميه كان اول مره اعرف الرقم اللي هو تحت الصوره بتاعتك من تحت كده في رقم مكتوب مش معروف ده ايه. ده كان اول مره اعرف ان اسمه رقم المصنع. فاحنا كنا عاملين في الديزاين صوره بطاقه فيها مكان رقم المصنع. عارف انت لما بتعمل تول تيب كده توريك مكان الحاجه، زي السي سي في في الكريدت، انت بتقوم عامل حاجه كومن جدا، يعني حاجه كومن جدا في الديزاين، ان انت زي السي سي في كده بنوري لك البطاقه الكريدت بتاعك، السي سي في بيبقى موجود فين. تمام. فنفس الحكايه احنا كنا عاملين في الديزاين شكل البطاقه ورقم المصنع ده موجود فين عندك في البطاقه. وانا بختبر معاه الراجل بقى بيقرب على الصوره قوي، اللي هي الصوره اللي طلعت له تول تيب دي، عشان ينقل الرقم من الصوره. دي مش مشكلته هو، دي مشكله السيستم، دي هو مش عيب عنده. بس انا بقول لك انت ممكن في كميه حاجات ممكن انت تعتقد ان اليوزر هيفهمها انتويتيف، هيفهمها بسهوله. انت ممكن تعتقد كده كديزاينر، كصاحب شركه، كمش عارف ايه، انت فاكر ان هو مجرد انت عملتها حاجه كومن كل الناس بتستخدمها، ان هو بطبيعه الحال هيفهمها زي ما انت عاملها. بس تكتشف لا، هو انت في ليفلز تانية من استيعاب الناس وادراكهم، انت لا يمكن تكتشفها غير لما تختبرها معاهم بجد.
فانا في, في, بالظبط. في الاختبار ده اكتشفت مع الشخص ده تحديدا ان هو ايه بيقرب على الصوره، فاكر ان انه ينقل الرقم اللي في الصوره. فانا ابتديت اقول له طب انت ايه اللي خلاك تعتقد ان الرقم اللي في الصوره هنا؟ فابتدينا نعمل التصميم بعد كده ان الصوره دي ما فيهاش الرقم واضح، هو مجرد شكل مكانه بس ما بقاش فيها رقم واضح، لان اصلا الديزاين ما كانش مناسب. هو فاكر ان هو ينقل الرقم اللي في الصوره زي الكابتشا كده بتاعت جوجل، مش فاكر ان دي بطاقته هو ياخد منها الرقم. فده كان عيب في السيستم عندنا، فاحنا عرفنا ان احنا نحله ازاي عن طريق اليوزابيلتي تيست ده اللي بنعمله مع الناس. ف لا يعني كان بيبقى فيه حاجات وحاجات من دي كتير يعني. واو واو. انا طبعا هي تجربه. هي يعني انتوا بدات في نص 19، لا، هم لانش كان في بادئين من قبلي. انا رحت لهم في نص 19 في بورسعيد الرقابيه، بس انا رحت وهي اوريدي مبنيه يعني. كان بقالهم قد ايه شغالين؟ لا من 2000 يعني من 2018 كانوا شغالين في المشروع يعني. كان مشروع كبير وكان في كذا ديزاينر تاني قبل مني كمان شغالين فيه. انا بس يعني انا رحت في اواخر بورسعيد وانا بتست بقى وبعمل حاجات في بتاعه بورسعيد دي، وبعدين جت الكورونا فعملنا بقى مصر الرقميه، وانا كنت شاركت معاهم بقى وطبعا بورسعيد كان شكل السيستم كان مختلف تماما يعني. كان الموضوع اتطور كمان عنه، وبعد كده كمان اتطور بعد حتى ما انا الشركه، بعد ما انا سبت الشركه ورحت شركه ثانيه، وبعد كده هم اتعاملوا مع ديزاين كونسلتنتس ثانيه كمان، طوروا كمان في البوابه اكتر دلوقتي يعني. هو المايند بلوينج بالنسبه لي وانت بتحكي هو زي ما كنا بنقول في الاول، نوعيه التشالنجز والناس اللي انت بتتعامل معاهم، السيجمنت او اليوزر سيجمنتس اللي بتتعامل معاهم، الانسايتس اللي بتطلع لك، ده كله يعني اكسبيرينس عظيمه يعني. اكيد ده كله هيكون دوكيومنتد وممكن يتعمل بعد كده منه كيس ستادي او حاجه، بحيث انه مش بس والله الجونيورز او الميد ليفلز، لا حتى السينيورز اللي ما اشتغلوش في تشالنجز زي دي يستفيدوا منها، لانه في كميه انسايتس فعلا مرعبه من اللي انت بتحكيه. يعني في اقدر اقول لك دلوقتي بقى في كانت الليد بتاعت اليو اكس ريسيرش اه. كانت شيرين وافي، وهي عملت توك اصلا في رايزر عن ازاي تهيومنايز الاكسبيرينس للسيتيزن يعني. هي كانت عامله توك اصلا في الحته دي، هي كانت الليد بتاعت اليو اكس ريسيرش معانا في التيم وقتها. امم. فهي كانت بتتكلم بقى على حته يعني، حتى انا شاركت معاها زي ما قلت لك في حاجات بقى ليها علاقه بالكهرباء، مش عارف حاجات زي كده يعني. والخدمات عامه بتاعت الحكومه وتدفع لها ازاي اونلاين وكلام من ده. فكان لا تشالنجز كتيره الصراحه وبتتعلم. وبعدين مهما كان انت بتتعلم الميثودولوجيز والحاجات دي بتتعلمها بشكل اكاديميك او بشكل اللي هو ايه، انت الميثودولوجي ده هيوصلك لكذا، او ان انت الطريقه بتاعته ان انت تعمل كذا كذا وهتدوكيمنت كذا وهتعمل كذا. في الواقع بقى والحقيقه انت بتتعلم حاجات اكتر. بتقابل خبطات كتير، بالظبط، وخبطات كتير كمان تصدمك في حاجات انت المفروض انت عارفها وخلاص وهي كومن. لا هي مش كومن زي ما انت فاكر، هو في كيسز معينه مش هيفلفل فيها اللي انت بتقوله ده. طيب لو رجعنا شويه بقى، مش عارف يعني انت معايا في ده ولا لا، بس خلينا نقسمها كده كسيجمنت او تايم سيجمنتس لليو اكس في مصر. احنا ممكن نقول انه من نص 2010، اخر 2010 لحد 2013، دي مرحله. المرحله الثانيه مثلا ممكن نقول من 2013 ل 2017، المرحله الثالثه من 2017 ل 2020، ومن بعد بقى الكورونا. فلكل مرحله بتكون ليها تشالنجز معينه، وكل مرحله بيكون شكل اليو اي يو اكس فيها يعني واخد شيب معين او واخد شكل معين. فلو قارنا سريعا كده ما بين اول اليو اكس ديزاين في الاول خالص في 2010 2011 ودلوقتي، ايه الاختلاف؟ ايه الاختلاف الجوهري ما بين الاثنين، خلينا نقول سواء في الريسورسز او في البدايه او في بالظبط التولز او كده؟ بالظبط. انت اولا عندك موضوع الريسورسز والتولز بتمرج جدا او بتتطور بشكل كبير طول الوقت يعني. انا لو زي ما انت قلت في الفيسز دي، انا بالنسبه لي في شركه سوفت وير هاوس لما اشتغلت فكره اصلا انا كنت بالفوتوشوب اعرف اطلع السايزز المختلفه اوتوماتيكلي من الفوتوشوب. دي كانت فكره بالنسبه لمديرتي وقتها كانت
ايه ده انت بتعمل سحر. تمام. بعدها طلعت زيبلين وازاي تديليفر الحاجه دي، فخلاص الحته اللي انا كنت بعملها دي وكنت شاطر فيها ان انا عامل سكريبت جوه فوتوشوب بيعرف يطلع الحاجه دي. خلاص فوتوشوب اصلا عمل ابديت وبقى بينفع وانت بتعمل اكسبورت تقدر تختار السايزز المختلفه، قبلها ما كانتش موجوده. شويه شويه خلاص بقى في التولز كلها بتاعه اليو اي. اصلا انا بالنسبه لي اول مره استخدم سكتش زي ما قلت لك 2015، اول مره في حياتي استخدم سكتش يعني لما رحت اشتغل في المشروع بره مصر، وبعدين كان عنده الكلاينت اصلا الاجهزه اللي كانت عنده كانت ماك، وبعدين ابتدينا اقول له على الابلكيشن دوت ان انا ممكن نستخدمه، ده هيسهل علينا اكتر، وابتديت استخدم سكتش وابتديت ايه اشوف الكابابيلتيز بتاعته، عكس مثلا انا كنت بستخدم في الشركات اللي قبله فوتوشوب والستريتور. بعد كده مثلا وانا اكس دي اول ما نزل، يعني اكس دي اول ما نزل تقريبا 2017، برضه انا كنت بشتغل لسه بفوتوشوب وما كانش فيه، وكنت شغال باجهزه ويندوز في المشاريع بتاعت اللي هي السعوديه دي، كنت شغال باجهزه ويندوز. فابتديت ساعتها انا كان مشروع كان ابلكيشن بتاع هيئه الترفيه انا اشتغلت عليه، كنت عامله، كان اول ابلكيشن اعمله باكس دي. الكلام ده زي ما بقول لك اواخر 2017 كده، كان اكس دي لسه بيتا عشان ولسه نازل على اجهزه ويندوز يعني مش اجهزه الماك. فسكتش كان متاح للماك بس وقتها لسه. برضو بعد كده لما اول مره استخدم فيجما. فالمهم التولز بشكل عام عندك التطور بتاع التولز والريسورسز بقت كتيره جدا، ودي حاجه تتوه الناس يعني بشكل كبير. ده اللي عايزين نتكلم فيه اكتر بقى، لانه بقى في سيوله بكميه كبيره في الريسورسز. وعندك زمان كل حد عنده راي بقى. يعني لا رايك انت يعني عايز اقول لك يعني حته مثلا المسمى الوظيفي، لسه الديبيت بتاع المسميات الوظيفيه دي ده ديبيت كبير لسه الناس بتتكلم فيه. بس هو بشكل عام بشكل عام انت عندك الشركه الكبيره بتيجي تسمي ايه، الشركات الصغيره بتمشي وراها حتى لو هتعمل الديسكريبشن مختلف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني زي ما قلت لك كده، في شركه من الشركات اشتغلت فيها بيقول لي روح اشتغل شير بوينت مثلا، يعني دي حاجه مش في الجوب ديسكريبشن، بس هو كبزنس عادي عايزك شايف حته انت تعرف تروح تأدي فيها يعني معاه وكده. فهو بيشوف الشركات الكبيره اللي هو بيتابعها كصاحب شركه، شاف عندهم البوزيشن ده، فابتدى يشوف هو ده هيفيده في ايه، ده هيضيف فاليو عنده عامله ازاي بالنسبه للحاجه اللي بيقدمها للكلاينتس. فبناء على كده بيجيب البوزيشن ده او بيسمي البوزيشن ده. فتلاقي في شركه بتسميه ده اسمه برودكت ديزاينر، ده اسمه يو اكس يو اي، ده اسمه يو اكس بس، ده اسمه يو اي، ده اسمه ده شركه بتعمل، شركه عندها ماتيوريتي انف ان هم يعملوا ريسيرش، فبيبقى عندهم حد في الريسيرش وحد في الفيجوال، ففاصلين الدنيا دي. لا شركه لا بتخليك انت ديزاينر تشتغل كله من اي تو زد. فالموضوع بيخضع لعوامل كتير قوي ليها علاقه بحجم الشركه، ليها علاقه بالماتيوريتي عندهم او بمدى ادراكهم اصلا الاويرنس بتاعهم بالقيمه بتاعت حاجه زي كده. كمان عندك ان هو زي ما قلنا الفاليو اللي بتتقدم حسب كل قطاع وكل اندستري وكل شركه. بس بشكل كبير خلينا نقول ان في الفتره الاخيره، وده الباترن اللي انا ملاحظه شخصيا، انت عندك الغالبيه العظمى من السوق بتبص للموضوع انت مجرد الشخص اللي بيعمل البيكسل بيرفكت، يعني الشخص اللي بيجي بيبص للموضوع ديزاينر يعني بشكل عام، از ان هو حد بيجي يعمل اليو اي احسن مع الديفلوبمنت ومع البرودكت او مع البيزنس، يعني عشان يعرفوا يطلعوا بس للسوق على طول، يعرف يطلع. ده غالبيه الستارت ابس كده، تمام، عايز ينتج حاجه بشكل سريع ويعرف يطلع. بس اول ما بيبتدي بقى الستارت تبقى موجوده في السوق، لازم عايز يفرق عن باقي المنافسين وعايز يتطور اكتر، فبيقوم عامل ايه؟ بيبتدي هنا الماتيوريتي عنده تعلى، انه لازم يكبر التيم بتاع الديزاين ولازم يروح لناحيه ان يبقى فيه ريسيرش. بس الناحيه دي برضو انا شايف ليها تو باترنز. في اندستريز معينه بيبقى الريسيرش عندهم بيجيب ديزاينرز ريسيرش، وفي اندستريز معينه الريسيرش عنده بيبقى ناس اصلا من الاندستري نفسها مش ديزاينرز. يعني بيقوم جاي، يعني زي مثلا قطاع معين، انا مش حابب اذكر قطاع بعينه بس خلينا نقول في قطاع معين في بالي كده معين، ابتدى يجيب ناس هم يعني البنوك، قطاع البنوك، تمام، ابتدى يعمل عندهم في الريسيرش عنده في حاجات التك. ابتدى يجيب ناس اكس بانكير اللي هم ناس كانوا بيشتغلوا اصلا جوه البنك،
ابتدى يخليهم هم اللي بيعملوا الحاجات الريسيرش. طبعا الحته دي مش عامه، بس انا ده برضو باترن شفته في اكتر من مكان، لان مهتم كبير بالموضوع ده، وبشوف كده شكل الشركات عامله ازاي في الموضوع ده. فببص الاقي ان هم بيجيبوا حد فعلا اكس بانكير هو اللي يبقى ريسيرشر، يتعلم بس شويه الميثودولوجيز شويه حاجات، ويبتدي هو يشتغل في الناحيه دي. ومش بيجيبوا ديزاينر. ليه؟ عشان يبقى فاهم البيزنس قوي وفاهم الاندستري قوي. يعني ده الليفل اللي هم عايزينه اكتر، يبقى فاهم البيزنس والاندستري. بعد كده يتاكد من الهايبوثيسز مع اليوزرز او مع التارجت اودينس ده بشويه ميثودولوجيز بتاعت الريسيرش، عشان يعرف يفاليديتوا كل ده او يتستوا كل الحاجات اللي عندهم دي. وبعد كده بقى في تيم بقى، تيم البرودكت بقى كله يسلموه بقى ان هو خلاص يبتدي يشتغل. لان غالبا ما بيبقى قليلين جدا بيبقى عندهم حد يبقى في الاندستري دي اللي هي بتاعت الفinTech عنده درايه عاليه جدا بالديزاين والتك مع حته الاندستري والبيزنس دي. فيعني الموضوع متنوع وكبير وملوش ماسكه واحده. تمام. حته ان هو بيسموا المسميات بتتسمى بناء على ايه؟ والله هي الشركات الكبيره بتعمل ايه كله بيقلدها. تمام، كله بيمشي وراها. وعندك كل شركه او كل كيان له تصور معين. يعني جوجل، شركه بحجم جوجل وبحجم منتجاتها وبحجم التيمز بتاعتها، استحاله اجي اطبق الميثودولوجيز يعني صعب جدا ان انت تاخد منها وتطبق مثلا في ستارت اب سوفت وير هاوس صغير. هم بيحبوا مثلا الديزاينر اللي على شكل تي شيب اللي هو يبقى عارف جنرال نوليدج على البروسيس كلها بس متخصص في حاجه بعينها. تمام. سوفت وير هاوس هي عايزه واحد يكون عنده جوانب معينه. المهم ان انت كديزاينر تبقى اوير انت السكيل سيت بتاعك واقع فين في كل جانب من الجوانب، سواء بقى او انت برضو عايز تبقى سبيشالايزد جدا من الاول، فانت ممكن تبقى سبيشالايزد بس ده عندنا لسه ما زال في ندره كبيره للشركات اللي بتخليك في جانب غير جانب تاني. ده لسه في ندره، يعني عدد الشركات اللي بتخليك اللي هم عندهم فصل ما بين الجانبين او فصل ما بين اكتر من جانب، دول عددهم نسبه للماجوريتي الاكبر اقل لسه عن الاكتر يعني. او ده حاجه في وجهه نظري يعني. او ده يعني برضو حاجه بناء على رؤيتي للمشهد بتاع السوق في مصر والوطن العربي يعني. لا، هو الكلام كان اكتر كمان على يعني من حيث تعدد الريسورسز او كده على اللي لسه بيبدا، انه اللي كان لسه بيبدا في مجال التصميم ساعتها من زمان، كان محدوديه الريسورسز بتخليه او بتخلي القرار عليه اسهل ان هو هيروح لده او لده، يعني ما فيش تعدديه. لكن دلوقتي في ريسورسز كتير جدا اوف لاين واونلاين جوه مصر وبره مصر. فالفكره انه انت ازاي بقى هتقول انه ده اللي هروح له، ده الانسب ليا، لا ده اللي مش كويس؟ هل بناء على الريفيوز بس عن المكان، ولا بناء على يعني بيرسونال ريفرنسز معينه عندك او ايه؟ فاهمني؟ فبس فاللي هو ده اللي كنت بسأل عليه، اللي هو على اي اساس هو يحدد الريسورس اللي هيتعلم منه او الريسورس اللي هيتطور. يعني هو انا بالنسبه لي انا المصدر الرئيسي دايما اللي برجع له في حته اليو اكس بشكل عام هم ان جروب. ليه؟ لان اصلا مخترع مصطلح اليوزابيلتي هو جيكوب نيلسون. هو مخترع مصطلح اليوزابيلتي، ومخترع مصطلح او اول حد استخدم الترمينولوجي بتاع يو اكس ديزاين هو دون نورمان، اللي هو دون نورمان جيكوب نيلسون، هم اللي مؤسسين ان جروب. وهي واحده من الانتيتيز الكبيره جدا اللي فعلا بتعمل ماسيف ريسيرشز على الموضوع ده، ودايما بتست الحاجات الاساسيه اللي نعتمد عليها. فانا بعتمد عليهم بشكل كبير في اي حاجه انا بدور وراها. يعني بعتبرهم هم المصدر الرئيسي. بعد كده بيجي عندي بقى الشركات. يعني في المصدر الاول هو عندي ان جروب. تمام. بس احيانا بيبقى عندهم شويه حاجات اكاديميك قوي، مش راحه لناحيه الشغل الفعلي، فيبقى لازم الواحد عنده الناحيه بتاعت الشركات. فبروح للشركات الكبيره برضو اشوف هم بيعملوا ده ازاي. فانت عندك كل تيم ديزاين في شركه كبيره هتلاقيه بيشيروا هم عملوا ده ازاي. يعني عندك مثلا Airbnb دوت ديزاين، عندك اي شركه اكتب دوت ديزاين هتلاقي عندهم بيشتغلوا الموضوع ده بشكل عامل ازاي.
ف وطبعا يعني طبعا جوجل عندهم ماتيريال وابل عندهم هيومن انترفيس ديزاين، فهم دول عندهم الجايد لاينز بتاعتهم، دول عندهم جايد لاينز بتاعتهم. عندك شركه اي بي ام عندهم تقريبا كاربون، ومش عارف كذا عندهم كذا. فيعني كل شركه عندها الديزاين تيم بتاعها بيشارك. في شركات الديزاين تيم فعلا له البلوج بتاعته او له الحاجه بتاعته، بيشارك معاك الحاجات اللي هم مروا بيها والتشالنجز اللي مروا بيها. فده بيديك نوليدج انت ممكن لو تعرضت لموقف زي قريب منهم او حاجه زيهم انت تعمل ايه. فبعتمد زي ما قلت لك بشكل اكاديميك جدا على ان جروب، وبعتمد على الشركات الكبيره في النواحي الثانيه، يعني اللي هي ليها علاقه بالشغل الفعلي. يعني هو ده المصدرين الرئيسيين بتوعي، بجانب طبعا ان الواحد طول الوقت بيقرا طبعا الارتكلز، بيشوف الكورسز المختلفه. يعني مؤخرا انا حبيت جدا يوكسل ويب سايت حلو يعني لو حد لسه بيبتدي في المجال، يوكسل ده حاجه حلوه جدا لانه بيعلم الكومبوننتس، بيعلم البيزكس والهيورستكس بتاعت اصلا الديزاين بشكل عام، سواء بقى ديزاين برنسبلز، سواء ديزاين ثينكينج، سايكولوجي. يعني في اكتر من جانب في المجال بتاعنا. احنا بنجمع ما بين انت بني ادمين وآلة، تمام؟ فانت بتجمع ما بين ان انت عايز تتعلم التك جدا والتكنولوجيز والدنيا واصله لفين في ناحيه التك، والبني ادمين السايكولوجي بتاعهم والبيهيفير بتاعهم بيمشي في ناحيه عامله ازاي، وايه اللي بيأثر على البيهيفيرز بتاعتهم، وايه اللي بيأثر على السايكولوجي بتاعهم. دي حاجه اوفر اول من فوق. بعد كده تبتدي بقى تخش بقى جوه، تتعمق في جانب في حته، فتخش بقى ايه التولز بقى نفسها، والتولز والدنيا بتاعتها في ناحيه التك بتساعدك ازاي ان انت تطبق كل ده بجانب في النواحي برضو بتاعت البني ادمين، وايه التولز اللي تساعدك ان انت تقدر توصل للبني ادمين اكتر، تعمل ريسيرش احسن، تعمل حاجات اكتر، والكلام ده كله يعني. عظيم. طيب من وجهة نظرك بقى، ايه اللي يفرق الجود ديزاين من الباد ديزاين؟ دلوقتي انت اشتغلت في اكتر من اندستري، في اكتر من تشالنج، على اكتر من ليفل، فايه اللي يفرق انه ده جود ديزاين وده باد ديزاين؟ امتى تقول هذا جود وهذا باد؟ تمام. في عندنا كذا ليفل كده ممكن اختصرهم. خلينا نقول في عندك مثلا تعريف في واحد اسمه ارون والتر، عامل زي ما انت عندك هرم الاحتياجات الرئيسيه للبني ادمين، ففي هرم احتياجات رئيسيه لليوزرز بشكل عام، عامله ارون والتر. الهرم ده بكل اختصار بيقول فيه ان انت لازم يبقى البرودكت او السيرفيس اللي انت بتقدمها دي تكون رقم واحد اول حاجه في الهرم فانكشنبل، انها تكون بتأدي الوظيفه بتاعتها. ده بشكل رئيسي. ما ينفعش مثلا ان انا اكون بدور انها تبقى محبوبه جدا عند الناس وهي اصلا مش بتأدي الوظيفه بتاعتها. فانت لازم رقم واحد الاكسبيرينس اللي انت بتقدمها في سيرفيس او برودكت لازم تكون فانكشنبل. بعد كده الليفل اللي بعدها انه يكون ريلابل او ريلابيليتي، اللي هو يكون يعتمد عليه او موثوق منه او كده. بعد كده الليفل بتاع اليوزابيليتي، بعد كده ليفل اللي هو اللافابيليتي او البريجربل، يعني ان هو يكون ديزايربل او الموضوع ده لذيذ يعني. لذيذ، وفي حته الجيميفيكيشن بقى والكلام ده كله يخليك ترجع له والحاجات دي كلها. فده الهرم بتاع ارون والتر. جوجل برضو عندها حاجه اسمها كاركترستكس او الشخصيات بتاعت الجود يوزر اكسبيرينس. بيقولوا ان انت رقم واحد يكون، بص هي كل الناس بتقول حاجات بس هم شبه بعض شويه. يعني كل الفكره بس ايه، جوجل بدل كلمه فانكشنبل بتقول ان هو يبقى يوسفول، تمام؟ يعني اللي هو يكون ايه مفيد. ما هو فانكشنبل يعني بيأدي الوظيفه. فهم بس تغيير مسميات ما بين الناس مش اكتر. فمش عايز بس الناس اللي بتكون بتبتدي تضيع نفسها في المسميات والحاجات دي كلها. فجوجل بس الحته الزياده اللي عندهم عن موضوع فانكشنبل وريلابل ويوزبل وبريجبل ان يكون ايكويتابل دي، لان هم بيهتموا جدا بحته الاكسسبيليتي، لان بطبيعه الحال جوجل شركه بيستخدمها ملايين الناس حوالين العالم، تمام؟ ما جيش انا في شركه، انا الديزاينر الوحيد في شركه، واجي اركز على الاكسسبيليتي او الايكويتابيليتي دي، لان انا ممكن انا الريسورسز بتاعتي او انا مدى الكابابيلتي بتاعتي في الشركه ان انا اعمل كل الجوانب صعبه عليا. لكن شركه بحجم جوجل سهل جدا لان عندهم تيم اصلا متخصص في حته الاكسسبيليتي والايكويتابيلتي دي. في حته الاكسسبيليتي دي خليني بس احافظ على البيسكس بس، قصدك كده الله ينور عليك. مش لازم
ادفانسد قوي في ان انا اخلي البتاع مش عارف يعني كونتراست مثلا ما يكونش بايظ على الاقل قوي. يعني طبعا كونتراست ما يكونش بايظ عشان الناس اللي يعني في شويه بيزكس طبعا ما تعدى. عشان كده ده جبنا بقى للليفل الثاني. انا بقول لك الشركات بتبص الموضوع الجود اكسبيرينس ازاي. الليفل الثاني بقى حته ان انت عندك حاجات بيزكس سواء بقى كيو اي او في اليوزر اكسبيرينس واليوزر فلو بتاعك. هي ما ينفعش ابدا ان انت تقع عنها يعني ليفل معين. ف بيزكس دي بقى انت تتعلمها منين برضو في ناحيه اليوزر في اليو اكس نفسه. اللوز بتاعت اليو اكس يعني عندك جيكي بلو. جيكي بلو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الناس اللي هتستخدم الويب سايت بتاعك او الابلكيشن بتاعك بيستخدموا ويب سايتس وابلكيشنز ثانيه. فانت حاول ما تتغيرش كتير عن الحاجه اللي بيستخدموها عشان يبقى الحاجه فاميليال بالنسبه لهم. لانه عشان ما ياخدش وقت يتعلم، ما ياخدش وقت يتعلم اكسبيرينس جديده. يعني انت مثلا كل الناس بتعمل اللوجن بطريقه معينه، انت حبيت تبقى كرييتيف وتعمل اللوجن بطريقه مختلفه. تمام. تعمل الفيلد مثلا مربع بدل مثلث مثلا، ايا بدل قصدي مستطيل. ايا كان يعني الطريقه اللي انت هتعملها. انا اقصد في الفلو كمان نفسه، مش في شكل الحاجه. ما اقصدش تحديدا في شكل الحاجه. يعني ممكن الشكل عادي يبقى فيه تغييرات معينه، بس انا بتكلم في الاكسبيرينس نفسها. هو عارف ان هو لما بيروح يا اما عنده حاجات سوشيال يا اما عنده يدخل حاجه معينه. انت بقى عايز تحسن وتنهانس في الموضوع ده. ممكن تحسن باليوزابيلتي تيست وان انت تجرب مع الناس بجد الحاجات والاوبشنز الممكنه معاهم. لكن انت ممكن تيجي تحسن من غير ما تجرب، فتلاقي نفسك انت عامل حاجه محتاجه ان الناس تاخد كيرف في ليرنينج جديد. يعني محتاج يتعلم معاك حاجه جديده. فمن هنا انت بتزود اللود بتاع الكونكتيف بتاعه. فانت هنا خلاص عملت بارير ان هو يبقى الدنيا سهله بالنسبه له عندك. فانت لو انت شبه الناس التانية، ده البيزك بتاع اليوزابيلتي. ان انت طالما انت شبه الناس التانية هو هياخد عليك بسرعه. انا متعود على كومبوننت بشكل معين او بطريقه معينه او بفلو معين. طالما جيت عندك لقيت نفسه هو زي اغلب الحاجات اللي استخدمتها، ده هيسهل عليا ان انا اعرف استخدمه على طول. عكس ما تبقى مختلفه تماما ممكن يكون بتأدي نفس الوظيفه. يعني مثلا كل الناس عامله الحاجه دي بشكل سلايدر مثلا، كل الناس عاملاها بشكل سلايدر. انت حبيت تجود وانت عاملها مثلا بشكل كومبوننت بشكل حاجه تانية، عملتها مش عاملها سلايدر مثلا، انت جاي عاملها دروب داون او ايا كان الشكل التاني. هنا انت بتتقل عليه، بتتقل على اليوزر. خليته بقى مش يوزبل، خليته لا ان يوزبل بالنسبه لليوزر. فهي حته البيزكس بتاعت اليوزابيلتي دي. في حاجات ليها علاقه باليو اكس، في حاجات ليها علاقه بالفيجوال ديزاين. وانا بالنسبه لي الديزاينر زي ما بقول لك، بالنسبه لي الديزاينر هو ديزاينر. بس في ناس عندهم الستاك بتاعهم بتاع السكيلز بتاعهم اكتر في ناحيه الفيجوال، في ناس الستاك بتاعهم اكتر في ناحيه الريسيرش. تمام. في ناس الستاك بتاعهم بيبقى بين الحاجتين في الانتر اكشن اكتر، وبيعرف يعمل فلو كويس، بيعرف يعمل حاجات زي كده. فالمهم ان انت تبقى اوير انت الستاك بتاعك انهي اقوى في انهي حته، لان مفيش حد هيبقى قوي في كل الجوانب. بس انت هيبقى الستاك عندك اقوى في حته بعينها. يعني زي ما قلت لك انا مثلا الكارير بتاعي مش ان انا اوقات ببقى بعمل ماسيف، يعني انا بشتغل ريسيرش بس، واوقات تانية انا بشتغل كل حاجه، واوقات تانية برجع تاني ابقى في اليو اي بس، اوقات تانية بقوم جاي في الريسيرش تاني، رجعت للريسيرش تاني بعدين ارجع لليو اي تاني. فانا بالنسبه لي انا عارف انا بفيت فين في الماركت وفي البوزيشن بتاعي، وايه النواحي اللي عندي قويه وايه النواحي اللي عندي ضعيفه شويه. محتاج مش شرط اقويها، ممكن تبقى مع تيم في حد فيها هو قوي في الحته دي فانا بعتمد عليه فيها اكتر ما اعتمد على نفسي. المهم يبقى الواحد اوير بالجوانب دي كلها يعني. كنت عايز اعقب تعقيب على اللي قلته من شويه اللي هو الليفل الثاني، انه تمشي مع الستاندرد وتمشي من انه الديزاين يكون فاميليار وكده. انه شفت ترند كده الفتره الاخيره مش بس على البيرسونال بروجكتس، حتى على مستوى الشركات في بعض اليوز كيسز، انه انت عايز تخلي الديزاين بتاعك مختلف for the sake of being different بس. وده مش بيلعب حتى على الكالر ثيوري او على البراندنج اسيتس، اللي انت بتلعب على الكور يو اي اليمنتس زي البوتنز، زي التاب بارز، زي التكست فيلدز، زي كده. المنطقه دي حساسه، انا ما بحسش ان اللعب فيها قوي هيكون مفيد، الا اللهم في كيسز معينه قوي ليوزر سيجمنت معين قوي بتخليك تلعب في الكومبوننت ده بشكل معين عشان توصل لفاليو معينه.
لكن زي ما انت قلت فعلا انه انا دلوقتي بعمل لوجن، فانا ليه ما اعملش اللوجن زي بقيه اللوجنز اللي موجوده، ودي يعني مشهوره جدا، فانا ليه اغير فيها بس علشان اكون مختلف. انا معايا كيس في الحته دي برضو ممكن اقولها لك حلوه. يعني اي كومبوننت جديد او اي كيس اوف اكسبيرينس معينه بينتجها حد، بينتجها لغرض ما والهدف ما يعني عشان يعملها. زي نقدر نقول السلايدرز في الويب سايت. انت عندك الهيدر لما بيتعمل سلايدرز ده لفتره طويله كان هو الترند زي ما انت بتقول، تمام. بس ممكن انت كديزاينر في شركه معينه السلايدرز ده ما ينفعش معاك خالص، ومش مفيد، مش يوسفول ومش يوزابل للكايند اوف اليوزرز اللي انت بتارجته. ممكن السلايدر ما يبقاش حلو خالص، بالعكس انت ممكن تعمل هيدر بطريقه لوك اب بس بسيطه جدا مش محتاجه لعب كتير، انت بقيت فانكشنبل او يوزبل او يوسفول يعني، مع ان انت كمان يوزبل جدا للناس دي وبتحقق لهم الهدف اللي هم عايزينه. فمش محتاج تروح لحته مثلا السلايدر يعني. فكل حد طلع بكومبوننت جديد هو طلع لسبب ما، انت ممكن تعيد استخدامه لاسباب تانية خالص وانت مش واعي بيها، فممكن ده ياثر على الاكسبيرينس. فهي نفس الفكره، اي حاجه حد في طبعا روم اوف انوفيت ممكن تكون موجوده، يعني في مساحه ان الناس تانوفيت وتكرييت حاجات جديده، في ان هو ممكن يكرييت حاجه جديده جدا في اليو اي. بس ده هيجي من ان انت فعلا تعرف هم الناس اللي انت بتعمل لهم الحاجه دي هم عايزين ايه، وتعملها لهم بالطريقه الاحسن. فعشان وبشكل عام حته اصلا اليو اكس او الديزاين بشكل عام ليه بيزيد اهتمامه في الشركات؟ عشان الحته دي انا بقول لك الشركات مثلا لما يبقى في شركه واثنين وثلاثه في نفس بيقدموا نفس الخدمه، اللي هيفرق واحده عن الثانيه هي اليوزابيلتي بتاعتها. طبعا في جوانب كتير اكبر من حته اليو اكس، حاجات ليها علاقه بالسي اكس بقى، بالكاستمر اكسبيرينس كلها ليها علاقه بالبراند وحاجات اكبر كمان. بس خلينا نقول نركز في حته البرودكت نفسه. البرودكت نفسه دلوقتي انت لما شركه تهتم بالحته دي فهي فعلا هتفرق عن التانيين في انها تكون اسهل. يعني مثلا هجيب لك برضو مثال من الابلكيشنز اللي انا بستخدمها وبشوف الفرق جامد فيها. ابلكيشنز بتاعت طلبات البيت، يعني عندك طلبات تعرف تطلب من طلبات مارت، عندك بريد فاست، عندك رابت، عندك يعني في كم ابلكيشنز كتير في الموضوع ده. حرفيا انت دلوقتي انت لو بتستخدم كل ابلكيشن ممكن يكون شبه بعض في حاجات كتيره جدا. بس مؤخرا ابتديت اشوف مثلا ان رابت، واعتقد ان هم عندهم تيم كبير في الديزاين، رابت في عندهم شويه حاجات كده، عارف انت الاها مومنت دي لما بتيجي انا كيوزر مش كديزاينر، بس طبعا ببص للموضوع بشكل ديزاينر برضو يعني. بس انا كيوزر انا داخل الهدف بتاعي، هم لقوا عندي باترن معينه بعملها في طلبات الاكل. فالابلكيشن بتاع طلبات برغم برضه انه عندهم ما شاء الله ديزاين تيم كبير، بس ما بيجيبليش الحته دي. يعني هو كل مره بيقترح عليا شويه حاجات عشان يحفزني ان انا اشتري اكتر، يعني دي حته كده عندهم، بس مش حاجات مخصصه، مش بيرسونلايزد ليا. ببص الاقي رابط لا بيرسونلايزد ليا جدا، بيجي كده في عنده فيتشر كده عاملها جديده، بيجيب لي الحاجات اللي انا طلبتها قبل كده تقريبا، بيبقى عارف ان انا الحاجه دي مده صلاحيتها قربت تخلص او خلصت او مش عارف ايه، بيبتدي يطلع لي الحاجات دي بشكل مختلف. النافيجيشن عنده مختلف، كل الناس بتيجي تجيب لك الكاتيجوريز، يعني بيجيب لك الكاتيجوريز الرئيسيه وادي اهو، روح اعمل دور وسط الكاتيجوريز دي، وعندك السيرش لو انت عايز تدور في السيرش. اصلا السيرش ده انا بروح له وقت ما انا خلاص ابقى تايه خالص، يعني المفروض ان انا ما بروحش للسيرش ده، فهو مش لازم يبقى اهم حاجه عندي اصلا في اليوزر انترفيس بتاعت الموبايل ابلكيشن بتاع ده. المفروض انا يبقى الطبيعي ان انا بعرف اوصل للحاجه بالطريقه العاديه، النافيجيشن سيستم بتاعك. النافيجيشن بقى بتاع رابط انا بعتبره نافيجيشن عبقري شويه، لانه بيوصلني بسرعه للحاجات فعلا اللي انا محتاجها. فده له علاقه ان اكيد هم عملوا يا اما اختبارات على الابلكيشن نفسه وهو امبلمنتد اوريدي، عاملين حاجه معينه، زائد ان في احيانا بيطلع لي من طلبات او من الحاجات دي كلها بيبدا يطلع لك
شويه حاجات ليها علاقه بالريسيرش عندهم، ان هو في سيرفي سريع ممكن تشارك فيه او كده. فانا عشان ديزاينر فبحب اشارك في الحاجات دي. ممكن حد تاني بينفض للكلام ده، فانت لازم يبقى في حاجه انسنتيف او حاجه تشجع ان هو يشارك في حاجه زي كده. فانا حاجه من الحاجات برضو اللي عجبتني في رابط ان هم دخلوا حته الاي اي في جوه عندهم. باقي الابلكيشنز ما دخلوش الحته دي فيتشر مثلا هم دخلوها. بيقول لك اسال سوبر رابط مثلا، اساله على الحاجات، فانا بخش اساله انا ايه اسهل وصفه ليا اعملها في غضون مثلا وقت معين، يبتدي يجيب لي الحاجات بتاعتها ويقول لي اروح اشتري الحاجه دي ويجيب لي الحاجات اروح احطها في الباكت على طول. ففي شويه فيتشرز كده تفرق برودكت عن برودكت، بيبقى وراها حد فكر ازاي يحسن اليوزر اكسبيرينس للناس، ويفكر ان هو ازاي يعمل. يعني في برضو عندهم من الحاجات اللي هي موجوده عندهم اللي هي وصفات سهله ليك مثلا، برضو دي بتبقى جاهزه ان انت تضغط عليها يجيب لك دي طريقه كاتيجوري معينه مختلفه عن باقي الكاتيجوريز. يعني انت الخضار الفاكهه او المطلوبات طلبات البيت او مش عارف الجبن ومش عارف ايه حاجات، دي الطريقه الاعتياديه جدا بتاعت الاركتكشر وبتاعت النافيجيشن. هم بقى جايبين لك ان انت لا في وصفات سهله، فما بخش عليها يجيب لي مجمعه للمنتجات بتاعت الوصفه دي تحديدا اعرف اطلبها على طول. ففي شويه حاجات كده هي اللي تفرق برودكت عن برودكت ايا كان نوع البرودكت يعني. بس انا حبيت اجيب كيس محدده عشان تبقى باينه. ده بيبقى وراها ان تيم يشتغل ان يشوف احتياجات الناس فين. ما انت بكل اختصار بكل الكلام بتاعنا ده، اليو اكس ديزاينر او الديزاينر بشكل عام هو دوره ايه؟ دوره مش انه بس يديزاين حاجه حلوه او كده، لا هو دوره ان هو يماب يحط ايده على المشاكل فين البين بوينتس او المشاكل، وفين الابورتونيتيز او الفرص اللي انا ممكن استغلها لصالح البيزنس يعني. فانا دوري ان انا افهم البيزنس قوي والاندستري، افهم اليوزرز قوي، افهم السوق قوي، واساعد باقي الناس اللي معايا في التيم سواء بقى البرودكت مانجرز، بزنس اناليست، الديفلوبرز، البيزنس، كل الناس دي انا دوري ان انا بساعدهم ان احنا نوصل للحته دي، ان احنا نماب فعلا المشاكل والابورتونيتيز ونبتدي نشتغل عليها عشان نحسن. هنا البرودكت بتاعي كشركه هيفرق عن البرودكت الناس الثانيه اللي في السوق بشويه الحاجات دي. فهنا دي اهميه اليو اكس، لان اليو اكس له علاقه بالاكسبيرينس بتاعت اليوزر، وانت مش بينفع تديزاين الاكسبيرينس، انت بتديزاين فور اكسبيرينس. يعني انت ما ينفعش تيجي تقول مش اليوزر ده مش آلة انت هتمسكه امشي من هنا لهنا، مش هينفع كده. انت مش بتديزاين الاكسبيرينس، انت بتديزاين فور يوزر اكسبيرينس. يعني انت بتختبر اصلا مع اليوزرز الاكسبيرينس بتاعتهم ماشيه ازاي، وتبتدي تماب فيها المشاكل والفرص عشان تبتدي انت تخلي مفيش يعني الجيرني بتاعته بيبقى ماشي فيها من الاول ما عندوش اي ايموشن لسه. بعد كده بيبقى عنده ايموشن ان هو ايوه انا عملت لوجن الدنيا كويسه الدنيا ماشيه كويس، ايه ده لا الحته دي وحشه، فيبتدي ينزل الايموشن عنده. انت دورك ان انت تخلي دايما الجيرني بتاعته سيملس ومينينجفول او يوسفول جدا ليه، عشان يبقى طالع في النهايه هو ساتيسفايد بالاكسبيرينس دي، حقق الهدف بتاعه، زائد ان انت ساعدت البيزنس انه برضه هو كمان يحقق الاهداف بتاعته، انه يبيع اكتر او يجيب اكتر. فهو انت بتبقى واقع في الحته دي. حته بقى انت بتوصل للمرحله دي امتى؟ هي دي اون جوينج، الواحد طول الوقت عمال يتعلم، طول الوقت عمال يشوف، والتكنولوجيز بتختلف والسوق بيختلف والبيزنس بتختلف، وطول الوقت بيتعلم ما بيبطلش يعني. بالظبط. يعني التجربه او الاكزامبل بتاع رابت هو انسايتفul جدا، وده يخلينا يعني بدانا كلامنا بانه انت ليه هتعوز تكون مختلف از برودكت، او ليه هتخلي الاكسبيرينس مختلف. كل ما تمحور حوالين اليوزر سنتر. هم اللي رابط عملوه من وجهه نظري ان هو مسك اليوزر جيرني كلها، ويعني عمل اكوايرنج او اكوزيشن لليوزر في الاب بتاعه، ان انت عايز بيرسوناليزد ريكومنديشنز موجود. طب البيرسوناليزد دي ده اللينكس بتاعتها او دي البرودكتس اللي انت هتجيبها. عايز تعمل وصفه معينه، دي الوصفه ودي تفاصيلها، والمنتجات بتاعتها هي وعامل لها حطها في الباسكت بتاعك وتجيلك. فالفكره ان ده كله حوالين اليوزر، ان انت مش بتعمل اختلاف في الاكسبيرينس او في الانترفيس علشان اي سبب تاني. يعني في ريزنينج واضح جدا انه انت يوزر سنترد ديزاين، فانت عندك انسايتس معينه، عندك داتا معينه عن اليوزر بيست على ريسيرش سايكل معينه عملتها، فبتطلع بالريزلت دي. فاهمني؟ ايوه بالظبط.
طيب اخر سؤال بقى، ان هو ايه نصيحتك لليوزر او ديزاينر. للجونيورز دلوقتي؟ الجونيورز، لانه هم ستيل في قدر من التوهان اللي هيجرنا، اللي احنا قلنا من شويه، الريسورسز كتير، الريسورسز منها ممكن يكون اكاديمي شويه او معقد شويه او محتاج قرايه كتير ومذاكره كتير زي NNG، فاهمني، اه في كورسات كتير جدا اونلاين واونلاين. يعمل ايه ويبدا منين؟ ولو حس ان هو فرستريتد في النص او متخبط زي ما انت حكيت لنا ان انت بدات كان في مرحله تخبط حلوه في الاول فهو كلنا بنمر بالمرحله دي، فنعمل ايه ساعتها بدل ما يعني، لانه كتير هو بيبدا وبعدين بيلاقي الدنيا كبيره قدامه، في زحمه كتير، في ديماند شايفه على الUX، وفي بوزيشنز كتير، بس في نفس الوقت هو مش عارف هيفت ازاي، فبيروح سايب الليله دي كلها ومنكمش في بيته او رايح لاي مجال تاني، مع انه في ديماند قوي وفي طلب عالي وفي احتياج كمان وفي نيد كبير في الريجن على الUX. وبيزيد مع الوقت، الطلب هيزيد اكتر. يعني انا شايف في المستقبل ان الطلب هيزيد اكتر واكتر على اليو اكس ديزاينرز، واحنا لسه ما جيناش ربع حجم الماركت بتاع امريكا مثلا او بتاع اوروبا في بالظبط. في البرودكتس، الديجيتال برودكتس بشكل عام. يعني زائد كمان ان مع الوقت الديجيتال برودكتس بتزيد، زي الفيجن برو مثلا هو طلع اهو، وبقى في نوع تاني من الديجيتال برودكتس الناس هتكونسيومه في المستقبل يعني. ف حاجه من الحاجات اللي اتعلمتها من البرودكت بشكل عام او في عالم البرمجيات، عالم السوفت وير، حته السكوب. فلازم برضو الناس اللي لسه بتبتدي في المجال او حتى اللي شغال وعايز يبتدي يشوف نتيجه عايز يوصل لها معينه في شغله، ان هو يتطور، ان هو يبقى احسن. حته السكوب يعني ايه؟ يعني ايه السكوب؟ يعني فوكس، ان هو في كميه حاجات كتير جدا لو ابتدى يجري ورا كل الفرص ويجري ورا كل الريسورسز مش هيقدر يجيب نتيجه بشكل اسرع. النتيجه تيجي لما يبقى عنده سكوب وعنده فوكس على حاجات بعينها. وده يقدر يعمله ازاي؟ عن طريق برضو ان هو يمبلمنت الديزاين ثينكينج. يعني كل البروسيس، انا بحب اختصر كل البروسيس اللي في الدنيا. يعني جوجل ناس عندهم طلعوا وعملوا الجوجل ديزاين سبرنت. في عندك الدبل دايموند، عندك الثري دايموندز، عندك اللين يو اكس، عندك الاجايل يو اكس، عندك كميه انواع واشكال للبروسيس كتيره جدا مختلفه. بنعتمد عليها احنا كديزاينرز. بس انا بحب اختصرها يعني بكل بساطه في الديزاين ثينكينج. اللي هو ايه في الديزاين ثينكينج؟ انت عندك بتاندرستاند، اللي هي بيبقى فيها انت بتديسكفر، بتتعرف، وبعدين تديفاين، وبعدين بعد كده عندك يعني دي مرحله الاندرستاندنج دي. بعد كده انت بتايديت او بتنتج وتديفلوب، بعد كده بتست. هو انت بتاندرستاند، بتايديت وتديفلوب، بتست وبتيتريت. ده كله اعمله حتى على نفسك وعلى الكارير بتاعك. انت بتحاول تديسكفر، بس لازم الديسكفرنج ده يقف عند نقطه معينه عشان تقدر تديفاين وتحدد السكوب بالظبط اللي انت عايز تشتغل عليه، سواء في السكيلز بتاعتك انت، سواء في الحاجه. فانت بتحاول تعرف كل حاجه، يعني كل حاجه، يعني تعرف حاجه عن كل حاجه، وبعدين تختار حاجه تعرف عنها كل حاجه، تختار حاجه بعينها كده تعرف عنها كل حاجه. فهي نفس الفكره، انت بتحاول تشوف انت بتفيد فين اكتر. انت جانب بتاعك رايح لناحيه ايه، السوق والفرص اللي موجوده فيه. برضو كان في رول كده حلو قوي كنت اتعلمته زمان. يعني كان اسمه كان اسمه بسم الله الرحمن الرحيم نسيته دلوقتي. يعني هو كان نسيت الاختصار بتاعه يعني. بس هو كان فرصه وقدره، وفرصه وقدره وحاجه تانية كمان. لو انت بتشوف يعني الحاجه دي الفرصه فيها قد ايه، القدره فيها قد ايه، الرغبه بتاعتك فيها قد ايه. بتقدر عن طريقها تعرف تقيم انت بالظبط هتروح في انهي اتجاه. فانت اعتمد على كل ديزاين بروسيس اللي في الدنيا بتختصر في حته اللي انا قلت كده، الديزاين ثينكينج تحت منها بيقع كل انواع البروسيس، حتى باختلاف مسمياتها، باختلاف الترتيبه بتاعتها، كلهم تحت الديزاين ثينكينج بشكل عام. لان الديزاين ثينكينج دي امبريلا كبيره اللي طلع منها كل البروسيس بتاعت كل الناس. وكل بروسيس من البروسيس هي كانت بتنفع لنوع شركه معينه بسيركمستانسز معينه، او بظروف معينه، تبعا للفاكتورز بتاعت كل كيان وكل شركه وكل حاجه. و ان انت كمان حاجه من الحاجات اللي انت بقى بشكل رئيسي تعمل السكوب بتاعك فيها،
هي الكرافت بتاعك. يعني ايه الحاجه اللي انت بتعرف تنتجها فعلا بايدك انت، او بتعرف تعملها. بجانب بقى حته الكرافت وانت تركز عليها قوي، ان دايما يبقى عندك الدوكيومنتيشن. دي حاجه من الحاجات الرئيسيه اللي تبقى ماشيه معاك طول الوقت. لان انا في كميه شغل مثلا واحد عايز يرفلكت عليه، او عايز يقدر يعمل يعني يقعد يعمل ريتروسبكتيف عليه، يقعد يقيمه تاني. فعشان مش معاه الدوكيومنتيشن بتاعه بتاع فتره من الفترات، فيعتبر ده حاجه ضاعت. فانت رقم واحد، الديزاين ثينكينج هو زي ما قلت كده هو الامبريلا الكبيره بتاعت البروسيسز بتاعتك. رقم اتنين السكوب، ودايما الفوكس بتاعك ان انت تعرف زي ما قلت حاجه عن كل حاجه، وبعدين تفوكس وتسكوب في حاجه معينه بعينها تعرف عنها كل حاجه. تركز على الكرافت بتاعك، تدوكيمنت طول الوقت، تعمل ريتروسبكتيف او تعمل ريفليكشن على كل حاجه انت بتمر بيها. يبقى في عندك occurrence كده، او وقت معين انت دايما بتقيم فيه انت فين وبتعمل ايه، ويبقى عندك اويرنس بكل الكارير بتاعك. دي كده البيلرز بتاعتي اللي انا فايداني ومتعلمها، وبتمنى ان الناس تبقى بتمشي بيها، فعشان تقدر تساعدهم اكتر يعني ان شاء الله. فاهمك. تمام، يعني احنا كده نكون خلصنا حلقتنا، وانا حابب اشكرك جدا جدا على الستوري اللي انت حكيتها بالتفصيل. صراحه هتكون مفيده جدا لاي حد بيسمع. زي ما قلت لك بغض النظر عن الليفل بتاعه، الستوري انسايتفul جدا، فانا بشكرك عليها. وبشكرك كمان على تواجدك معنا النهارده وعلى المعلومات القيمه اللي اديتها لنا. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده. شكرا حابب جدا اتوجه بشكر تاني ليك يا احمد. انا سعيد والله باسئلتك وبالحاجات يعني بتريفيل كده حاجات كتير. انا نفسي بيجي لي منها ريفليكشن كده، ان انا افهم الحاجات دي لما بقولها. فلا اسئله ما شاء الله كانت كويسه، واتمنى ان الناس تستفيد من الحلقه دي يعني، مع اننا طولنا شويه، بس اتمنى انهم يستفيدوا ان شاء الله. ان شاء الله. يعني هو مده الحلقه المفروض كانت ساعه زي ما انا قلت لك، بس ما شاء الله الكلام خدنا فايه. ايوه اتمنى يعني. ريفلكت على شكرا لاي حد كمل لحد دلوقتي والله بجد يعني. شكرا بجد ليك يعني. شكرا جدا ليك يا احمد، وشكرا لكل اللي بيسمعونا. وبتوجه بشكر كمان لاحمد عثمان وأرى محمد من تيم يو اكس كورنر بودكاست. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس بحيث يوصلكم كل جديد. ولو عندكم اقتراحات لمواضيع حابين نتكلم فيها او اشخاص معينين حابين نستضيفهم، ابعتوا لنا على صفحتنا على فيسبوك او على لينكدين، وهنسيب لكم الرابط تحت في الديسكربشن. شكرا لتيم يو اكس سالون، وشكرا لكم. كان معكم اسلام السلطان من يو اكس كورنر بودكاست.